السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة بلاد تيفي. رمضان مبارك على الجميع، على جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. نتمنى تكونوا دوزتوا نهاركم بخير. مشاهدينا، في هذه الحلقة مرة أخرى نستضيف ضيف خاص، هذه المرة في مجال آخر ألا وهو المجال الديني. كما عودناكم فكل مساء في برنامج مع عبد الإله في الدار يكون معنا ضيف أو ضيوف، والمحاورين ديالنا نحاولوا نناقشوا معهم مجموعة من المواضيع. هذا النهار اخترنا لكم ضيف ضيف خاص كيحبوه مجموعة المغاربة، ألا وهو الداعية والشيخ رضوان عبد السلام. هذا المساء هذا نستضيفوه، فكما يعرفوا الجميع هو ضيف محبوب عند المغاربة سواء كان الصغير ولا الكبير، بالدعابه ديالو، بالطريقه البسيطه اللي كيدير بها المحاضرات. الدعوه ديالو، طريقه الدعوه فهي مقبوله عند مجموعه، يعني عند، الا بغينا نقولوا، كان مجموعه ديال الناس ولا مجموعه ديال المغاربه متفقين مع الطريقه اللي كيلقي بها الدروس ولا الموعظه، ولا حتى من يكون كضيف في شي زفاف ولا في شي حفله، فيكون خفيف على الضيوف وعلى المشاهدين. فكما عرفناه في المواقع الاجتماعيه انه اصبح واحد ظاهره، يعني ظاهره في المواقع الاجتماعيه يتبعوه بزاف تاع الناس، على اساس انه يهضر بصراحه، يتكلم في جميع المواضيع. ما عندوش يعني الحواجز انه يتكلم بكل ارتياحيه، رغم انه في المجال الديني، لان احنا عندنا توالفنا حنايا ان واحد يكون فقيه ولا شيخ ما يتكلمناش، فهو مسموح يتكلم في جميع المجالات وبصراحه ويقول الراي ديالو. هذا هو نظن اللي دار الفرق ما بين الداعيه والشيخ رضوان بن عبد السلام والدعاة الاخرين من الشيخ، دون ان ننقص من الاخرين. غير راني نقول لكم بلا ما كان العفويه ديالو كانت سر النجاح. العفويه ديال الضيف ديالنا رضوان عبد السلام، فهي كانت سر النجاح ديالو. فهو اللي كيسموه الاغلبيه كيسموه بفقيه النكته لصراحته. فهو جميع كل ما يعطينا شي درس ولا شي موعظه ولا شي نصيحه فكيديرها بواحد النكته باش تدخل، يعني باش تكون سهله وبطريقه مبسطه توصل للمشاهدين. نتمنى انكم متفقين معايا، وحتى نتوما مشاهدينا الا كنتوا تسمعوا، الا بغيتوا تدخلوا وتعطيو شي سؤال ولا تكونوا تتفاعلوا مع المباشر ديال الضيف ديالنا السي الداعيه السي رضوان بن عبد السلام، فمرحبا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم في قناه بلاد تيفي على الصفحه الرسميه. وانتم كذلك الا بغيتوا تبارطاجيو مع الحباب ديالكم مع الاصدقاء فمرحبا بكم. فالمباشر يعني بعد الجينيريك ان شاء الله يكون معنا الضيف. كما قلت لكم فهو يتحدث بطريقه بسيطه عن مجموعه ديال المسائل الدينيه. فهو يتحدث عن الحب والزواج، حريه التعبير، العلاقه بين الزوجين. آه، داعيه يعبر على الراي ديالو بدون حرج، كيتكلم في جميع المواضيع. فهو نجار في التكوين ديالو، يعني هو كان نجار صغير في التكوين ديالو. من بعد في اسبانيا بدا يقدم دروس، في اسبانيا قدم دروس في المساجد. تكوين كان ذاتي، تكوين ذاتي، كيقرا الكتب، تاثر بالكتب، قرا القران والسنه. فهو يقول لك الحجه ديالو، ما يقولكش انا سلفي، ولا هو يقول لك انايا الحزب ديالي هو القران والسنه، يعني يعتمد على القران والسنه. هو الان كما قلت لكم رضوان بن عبد السلام هو دابا نجم مواقع التواصل الاجتماعي، يعني المباشر ديالو كيدير المباشر ديالو، فهو نجم دائما. كيكون عنده واحد عدد المشاهدات لان الناس يتبعوه، الناس يبغيو يسمعوا له. يعني انا بالنسبه لي الطريقه ديالو، ولا بالنسبه لمجموعه ديال الناس، ان الطريقه ديالو طريقه الالقاء فكل شيء تقبلها، يتقبل كيفاش كينتقد. نعم عنده النكته ولكن كينتقد بشده، يكون عنده رايه فيعبر على الراي ديالو. ربما ان شي وحدين ما متفقينش معاه، ولكن نظن ان الاغلبيه مادام عندهم متتبعين فالاغلبيه كما كتشوفوا عاوتاني في الصور اللي كتشوفوها على الشاشه. فهو دائما يختلط بالفنانه، بالرياضيين، بالسياسيين، يكون في بلاطو ديال الراديو والتلفازه. فهو مطلوب، وكذلك بكل صراحه. علاش؟ لانه يتكلم جميع المواضيع، يعني ما كانش لغه الخشب، وهذا هو اللي كنت نتحدث عليه الان. ان في هذا الجيل نتاع اليوم تاع مواقع التواصل الاجتماعي، ان الناس بقات كرهت ديك لغه الخشب وداك الخطاب الديني اللي ما يكونش مفهوم، يكون قاسي ولكن ما يكونش مفهوم، بدون باش ننقص بالشيوخ الاخرين. ولكن هذا الخطاب نتاع الشباب اليوم ولا النساء ولا اي واحد ولا يعجب له يسمع
واحد الرساله بهذه الطريقه نتاع الدعاء، بهذه الطريقه ديال المقارنه. فغالبا ما كيدير مقارنه ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ديالو والحياه ديالنا اليوميه اللي كتسهل علينا المفهوم. فاي حاجه كتسهل شي حاجه كتسهل علينا العيش فتكون مقبوله، سواء كانت في الدين ولا في العلم ولا في الرياضه ولا في العمل. فاي حاجه تكون بسيطه سهله المنال فتكون محبوبه. فكما كتشوفوا فهو آه، آه، دائما كنشوفوه مع فنانه، وكاين داخل الانتقاد بزاف اللي كينتقدوا على انه فنانه، فيكون مع زهير بهاوي كما كتشوفوا في الطائره يعني مع زهير بهاوي التقاو في واحد البلاصه وركبوا جوج بهم فينال الانتقادات. وكذلك يكون في معرض الكتاب والقران كما كتشوفوا، فكانت الصور ديالو هو واحد اللي مولوع بمواقع التواصل الاجتماعي لانه يبغي يتواصل. كذلك دائما كنشوفوه مع الصديق ديالو اللي هو رزقي، اللي كان سابقا فنان واللي حتى هو ولا داعيه. فاللي كيعرف من قبل كان الفنان شاب رزقي، فهو كتشوفوه معه دائما هو الصديق ديالو، فهو دائما معه في محطه يديروا محاضرات، فيديروا في محاضرات في المغرب كامل وبرا على المغرب. فمجموعه كذلك الرياضيين فنشوفوه مع زعيطر، كنشوفوه مع بزاف ديال الفنانه يكون معاهم. وما عندوش ما عندوش هذا هو القوه ديال الداعيه رضوان بن عبد السلام. فهو يتحدث مع الناس، يتقبل كلش، ما كيقولكش هذا فنان ما نتحملش معاه لا حقه حرام. فهذا هو الجميل فالداعيه رضوان عبد السلام، انه واحد الشخص عادي، فقيه داعيه. انا كنقول لك داعيه وشيخ لانه اي واحد يقدر يوصل المعلومه في الدين مبسطه باعتمادا على القران والسنه فهو يعتبر داعيه. الا كان الشخص مطلوب في المجالس ديالنا، في الافراح ولا في اي حاجه، فيكون مطلوب الداعيه رضوان بن عبد السلام، لانه كيجيب لنا كنستافدوا هذا الليله ان شاء الله غادي نستافدوا منه. اذا كنتم نتوما مشاهدينا كتفرجوا معنا فبارطاجيو تستافدوا معنا، لان تكون ليله في هذه الليله المباركه في شهر رمضان. فعندنا واحد الشيخ فكان كنشوف الصور ديالو كتشوفوه انه بالكسوه ديال اف سي بارسلون، ما عندوش انتقاد، يلبس النايك، يلبس اي حاجه، يشرب مشروبات عاديه كما الناس، ماشي كحوليه بيان سور. كيشرب يعتز بالحياه ديالو العاديه. كنشوفوه كما كتشوفوا يدير صور في البحر في اليخت. فهو كيعبرنا بان ما الحياه سهله وحنا كنصعبوها. هذا هو الجماليه ديال الحوار ديال الداعيه رضوان بن عبد السلام. وكذلك الناس معروف بالنكت ديالو في الفيديوهات ديالو، اللي اي واحد كيبغي يسمع الاسئله والنكت ديالو. فنتمنى ان هذا المساء ان شاء الله ندوزو معاه، هذه الليله ندوزو معاه وقيته ان شاء الله غادي ندوزوها معاه وقيته زوينه معاكم. فتفاعلوا ما تستن... ما تفاعلوا معنا في الكومونتير، بغيتوا تدخلوا فمرحبا بكم. فحنايا عندنا واحد السويعه ان شاء الله مع الداعيه ديالنا رضوان بن عبد السلام. ما تبخلوش علينا اذا كان عندكم شي سؤال. ان شاء الله بعد الجينيريك، يعني بعد هذا الجينيريك ديال الحلقه نكون معكم مع الضيف. فما ما تبخلوش علينا بالبارطاج. شي اسئله بغيتو تطرحوا عليكم فما عليكم غير ترسلوها لي دابا باش نوجد نطرحها ونتقاسمها معاه. فهو كما نقول لكم واحد صدر رحب، يتقبل كلشي، يتقبل الاسئله، يتقبل الحوار على داكشي اللي كاين هذا النهار معنا، وعلى داكشي اللي هو مطلوب، لانه واحد الداعيه اللي كيتقبل الحوار، وهذا شيء جميل جميل جدا. فانا شخصيا باش نوجد لهذه الحلقه ما وجدت لهاش، لان بغيت نتكلم لانه هو يتكلم بعفويه، فحتى انا كنت بغيت نكون عفوي معكم. فاحسن حاجه ان الحوار يكون عفوي. الداعيه ما موجديش الاسئله، ما غاديش قلنالوش الاسئله، فاحنا غادي نفتحوا المباشر وغادي نبداو نتكلموا كدردشه هذا المساء معكم حتى نتوما، يعني جالسين في هذا الشهر رمضان، في هذه الليله المباركه، فغادي نستافدوا معاه، غادي نقربوا الاشياء الدينيه بالحجر الصحي، الاشياء الدينيه ما يصرى دابا، المشاكل، يمكن المشاكل اللي كتسمعوها درك، الاخبار اللي كتسمعوها درك، فاش نقربوها نشوفوا الراي ديال الداعيه رضوان بن عبد السلام، شنو الراي ديالو في الحجر الصحي، كيفاش كيدوز الحجر الصحي تما. هو كان يدير مجموعه ديال الانشطه في رمضان وفي غير رمضان، لان في رمضان كانت اكثر الانشطه الجمعويه يعاونوا الناس. دابا مع الحجر الصحي كيفاش كيدير، كاينه مجموعه ديال الاشياء غادي نشوفوها معاه كيفاش يتعامل، كيفاش عنده علاقات مع الفنانه، واش يتصل بهم في رمضان، يتلاقى معاهم كيفاش، يعني ما هي العلاقه ما بين الفنانه على من كيدويو. ما ننساوش بلي مؤخرا دار واحد الفيديو
فهو طلب من الفنانه انهم طلب منهم انهم التوبه، وقال لهم خصكم ترجعوا، رغم انه فهذا هو الجمال ديال الرساله ديال رضوان عبد السلام، انه يتقبل الراي الاخر، يعني يجلس معاه ويعطي له نصائح بدون هذيك اللغه الخشنه اللي كنسبوها لنا مجموعه ديال الناس، اللي كيقول لك كيتكلم على فنان فيتكلم عليه، هو كيتكلم عليه كانسان. فالدين ديالنا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى علمنا ان الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان الدين ان نحترم الانسان مهما كانت الديانات ديالو، مهما كانت المفاهيم ديالو فنحترمه. فانا نظن الداعيه رضوان بن عبد السلام هو من بين الدعاة اللي كي عندهم هذا المفهوم ديال يتقبل الاخر، يجلس مع الاخر، فهو يجلس مع الملحد، يجلس مع اليهودي، مع النصراني، يجلس مع الفنان، يجلس مع الرياضي ويتحدث معه. وهذا خصنا نظن انا هذا هو الاسلام الحقيقي. فنقدروا نجلسوا مع الواحد لان تبادل الخبره، بتبادل المعلومات والنصائح نقدروا نوصلوا لشي حاجه. ولكن الا كنا نفروا من الشخص ولا نكرهوا الشخص، فمجموعه ديال الناس حتى في الحياه العاديه فكيسب لك هذا الفنان، ولا كيسب هذاك، يقول لك هذاك غير فنان، هذاك غير هذاك هذا ما نعرف كغي يغني. ولكن ما عمره ما قلنا طلبنا داك السيد تكلمنا معه النصيحه بالتوبه. يعني احنا كانسان نعتبروا اي واحد كانسان، فنظني وهو مسلم. يعني كاين مغنيين مسلمين كيصليو هذاك الشيء، يعني نحاولوا اننا نبسطوا الحوايج. فالداعيه رضوان بن عبد السلام انا نجح في هذا الشيء. انا بالنسبه لي هو ناجح في هذا الشيء، ناجح لانه كيوصل الرساله لاي واحد بطريقته الخاصه. وكما قلت لكم، سواء بالدعابه، سواء بالصراحه ديالو، بالانفعال ديالو. شي مرات كينفعل ولكن كنتقبلوا منه الانفعال ديالو، لانه يكون دائما على صواب. فهو يجيب لنا امثله يا من الحديث، يا من الامثله شي مرات من الحياه ديالنا اليوميه. فكيجيب لنا واحد المثل من الحياه، ولا واحد التجربه ديالو من الحياه اليوميه، وكيلصقها كيحاول يحللها بطريقه دينيه. فكنستوعبوها ونتلقاو انه عنده الصح، ونحاولوا نبدلوا على بسبب هذا الشخص الكريم اللي هو السي رضوان بن عبد السلام. بشحال بشبان انهم تمكنوا انهم سبحان الله يتوبوا، يريضوا في اعمال اللي كانت هي اعمال اجراميه بزاف تاع الناس. فهذا هو الدور تاع الداعيه. هذاك الشيء اللي كان الناس، اللي انا بالنسبه لي بزاف تاع الناس اللي كينتقدوا كيقولوا لا ماشي داعيه، هذاك راه يضحك، هذاك راه مهرج. فانا فهو داعيه. لماذا؟ لان الداعيه هو كل واحد كيوصل واحد الرساله في الدين، كيوصل رساله وكينجح في ايصالها، كنشوفوا الثمار ديالها. فرضوان بن عبد السلام كاين الثمار ديالها. انا بالنسبه لي الا كنتوا معايا على المباشر فبارطاجيو، نستقبلوا الضيف ديالنا بعد الجينيريك. الا كان ممكن ندوزوا الجينيريك ونرجع لكم، يعني بعد 2 ولا 3 دقائق نرجعوا مع الداعيه رضوان بن عبد السلام. فمرحبا بكم على المباشر، ومرحبا بالتعليقات ديالكم. فابقوا معنا بعد 2 دقائق ان شاء الله. وصلوا على محمد والصلاة عليه، وصلوا على نبينا والصلاة عليه، وصلوا على محمد والصلاة عليه، وصلوا على نبينا والصلاة عليه، وصلوا عليه زيدوا صلوا والصلاة عليه، حبيبنا الذكر وقع ما تملوا والصلاة عليه، وصلوا على المصطفى والصلاة عليه، صلوا على ابو فاطمه والصلاة عليه، وصلوا على المصطفى والصلاة عليه، وصلوا على ابو فاطمه والصلاة عليه، وصلوا على المختار والصلاة عليه، وصلوا على الامين والصلاة عليه، وصلوا على المختار والصلاة عليه، وصلوا على الامين والصلاة عليه، وصلوا على البشير والصلاة عليه، وصلوا على النادي والصلاة عليه، وصلوا على البشير والصلاة عليه، وصلوا على النادي والصلاة عليه، وصلوا على محمد والصلاة عليه، وصلوا على نبينا والصلاة عليه، وصلوا على محمد والصلاة عليه، وصلوا على نبينا والصلاة عليه.
هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك وصلوا على محمد والصلاة عليه وصلوا على نبينا والصلاة عليه وصلوا على محمد والصلاة عليه وصلوا على نبينا والصلاة عليه وصلوا عليه زيدوا صلوا والصلاة عليه بيبنا الذكر وقع ما تملوا والصلاة عليه وصلوا على المصطفى والصلاة عليه صلوا على ابو فاطمه والصلاة عليه وصلوا على المصطفى والصلاة عليه وصلوا على ابو فاطمه والصلاة عليه وصلوا على المختار والصلاة عليه وصلوا على الامين والصلاة عليه وصلوا على المختار والصلاة عليه وصلوا على الامين والصلاة عليه وصلوا على البشير والصلاة عليه وصلوا على النادي والصلاة عليه وصلوا على البشير والصلاة عليه وصلوا على النادي والصلاة عليه وصلوا على محمد والصلاة عليه وصلوا على نبينا والصلاة عليه وصلوا على محمد والصلاة عليه وصلوا على نبينا والصلاة عليه مرحبا سي رضوان، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. منورين. عودة مشاهدينا مع في قناة بلاد تي في، هذه المرة مع ضيف الحلقة الداعية والشيخ رضوان بن عبد السلام. هذا الضيف العزيز على المغاربة بصراحته وروح الدعابة. فالشيخ رضوان بن عبد السلام الذي رسم ملامح المفهوم الجديد للدعوة بالنسبة لي الإسلامية بطريقة بسيطة. فاستضفوا معنا الشيخ. السلام عليكم الداعية رضوان بن عبد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا على الدعوة الكريمة منكم، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا بخير، وعواشر مبروكة كاملين المستمعين والمشاهدين والجالية ديالنا في بلجيكا. عواشر مبروكة، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجعل هذا الشهر مغفرة ورحمة وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. شكرا داعية. سي رشيد السلام عليكم. السلام عليكم سي رضوان، شكرا لكم على تلبية الدعوة، كنشكركم. الجالية راه فرحانة بك اليوم، انت راك معنا وحنا فرحانين بك كذلك، والمشاهدين الكرام تاهما فرحانين بنا، وتحية للجميع واهلا وسهلا للجميع. بارك الله فيكم. سي فريد غزال. السلام عليكم، مرحبا بالسي الشيخ رضوان، وتنشكروا على هذا القبول ديالو لهذه الدعوه، وكيشرفنا ونهار كبير هذا. والسلام عليكم السي رشيد، والسلام عليكم السي عبد الاله والمتتبعين الكرام.
شكرا. فالشيخ غادي نبداو السؤال الاول، ان اي واحد يسول كيفاش الشيخ رضوان يدوز الحجر الصحي كما نقولوا في العالم كاين الحجر الصحي، كيفاش كيدوز الشيخ رضوان الحجر الصحي في المغرب؟ والحجر الصحي أنا بديته نهار 14 مارس عندما رجعت من هولندا. كان لازم أنني نبقى بوحدي في الدار واحد 15 يوم تقريبا بوحدي. الحجر الصحي هذا يعني خاص لي أنا بوحدي، فدوزت هذا 14 يوم أو 15 يوم ديال الحجر الصحي الأواخر، يعني النص ديال مارس الأخير. ثم بعد ذلك كملنا الحجر الصحي اللي هو عام عندنا هنا في المغرب، كان إلى 20 أبريل، ثم تمدد إلى 20 ماي، ثم إلى أن يشاء الله عز وجل، وهذا قدر الله. يعني نسلم لذلك ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن البشرية جمع هذا البلاء ان شاء الله. سي رضوان، وباقي نقول لك بعد الحجر الصحي كيفاش هو كيدوز. من نهار 14 إلى يومنا هذا كيدوز الحجر الصحي في هذه الغرفة هذه كلها. الوقت ديالي كامل في هذه الغرفة، لأنني كنت بديت يعني ما كنت أظن أن هذا الأمر سيتطور إلى هذا الحد. بديت في مساعدات مشاركة مع مؤسسة مشروع الحياة اللي احنا معها هذه 4 سنوات أو أكثر، وأنا معهم عمل تطوعي خيري 100%. ثم بدينا مبادرات خيرية ديال حفاظ رمضان، ثم ديال الأرامل، وهذه مسؤولية عظيمة، وأنا القائم والمشرف على هذه الأعمال بنفسي. فلهذا الوقت يعني ضيق، فأنا أقضي كل وقتي، ما أخرج إلا نادرا لشي ضرورة ملحة، وإلا فأنا اليوم كله وأنا في هذه الغرفة هذه والايام كلها هذه تقريبا من نهار 15 مارس الى يومنا هذا. هذه شهاده نعتز بها، لان حتى باش تعطينا وقيته، فتبارك الله عليك ما شاء الله، ان كان الوقت ديالك عندك الجدول ديالك عامر بالتعاون، عارف وين تخدم مع الجمعيات. فشكرا سي رضوان. دعابه ان ما هي الطرائف اللي طرات لرضوان بن عبد السلام في هذا الحجر الصحي؟ طرائف مع المشاهدين ولا معك؟ وهو اش غادي نقول لك، هو في هذا الحجر الصحي المواقف المؤثرة هي طاغت على المواقف الطريفة، وفي كل خير. يعني أحيانا كنكون قد وصل بنا الحزن مبلغا كبيرا، ثم تأتي طرفة أو غير ذلك من الطرف اللي كتوقع، وطرف كثيرة. أحيانا تصلني رسالة من امرأة كتقول لي احنا بغينا منكم المساعدة، ديك رضوان بن عبد السلام متكبر ما كيجاوبش في فيسبوك، هي كتكلم معايا يعني. قلت لها هذاك راه ما يسوى ما يصلح، الغرور فيه الغرور. قالت لي والله يا اخي ما نعرفش حاسب في راسو. قلت لها هذاك راه ما يسوى ما يصلح. كتنمم في راسك. كنغتاب وكناكلو كناكل لحم بيدي. ايوا. ثم بعد ذلك قلت لها شوف اختي، الرساله ديالك انت ما نعرف لمن كتبتي، انا ما عنديش الرسائل في الفيسبوك، ما كاينش الخاصيه ديال الرسائل. شوف انت لمن صيفطتي، هذه نقطه. النقطه الثانيه احسن الظن. واش 12 انا في الانستغرام عندي 12000 رساله، انت راه خصك تعطيني 10000 درهم في النهار باش نفتش لك على الرساله ديالي. ايوا. وطرائف من الطرائف اللي وقعوا فهذا ماشي الحجر الصحي، هو في العمل الخيري، واذا كان الوقت مناسب ان ناخذ واحد دقيقه بعجاله نعاودها. تفضل. كما كنعرفوا بان المغرب في هذه المحنه هذه المغاربه بينوا على الكرم ديالهم كالعاده، ونحن شعب طبع على الكرم، هذا بشهاده غيرنا. احنا ما نشهدوش راسنا فقط، وانما بشهاده غير المغاربه. شعوب اخرى زارت المغرب وتعاملت مع المغاربه وكتبوا في ذلك مقالات وكتب وشهادات مرئية وصوتية وكتابية عن كرم المغاربة. فكاين توزيع ديال القفف في رمضان، وهذا العمل هذا الخيري أنا أحب أن أوجه رسالة للناس اللي كيسمعوني دابا، أن العمل الخيري ماشي راه مفروش بالورود.
راه لا بد من ابتلاء. العمل الخير يأتيه السب والشتم ويعني يعني لابد أن تتصدق بشيء من عرضك لأنك لا محالة مشتوم. فواحد السيد كيوزع قفف هنا في تطوان، قفات ديال رمضان، رجل ذو مالي ربي يرزقه من الأغنياء، دار شي قفاف وبدا كيفرقهم على الشباب، كيقول لهم وزعوا كل شاب في تطوان يعطيه. عطاه 30 قفة، عطاه 30 قفة لواحد الشاب. أنا كنتذكر القصة وكنضحك بوحدي ديما لأن هي طريفة وفي نفس الوقت مؤثرة. عطاه 30 قفة لواحد الشاب مسكين درويش لابس مزيان وكذا، ولكن درويش ماشي شي واحد محرب ومطور ولد الوقت، عادي درويش. شد ديك الباب ايوا، وعطاه 30 قفة وزع ديك 30 قفة، وما يجيو عنده واحد جوج النساء قالوا له احنا مزوقين فيك وانت وزعتي القفة، احنا ما وصلنا والو. قال لهم شوف انا مولاها قال لي عطيها شي ناس وكذا، انا داكشي اللي استطعت عليه. قالوا له بداو يرغبوا تعطينا، وتأثر مسكين واخا ما عنده تاريخ. مشى عند مول الحانوت وخدا واحد جوج قفات ب 430 درهم، كل 215 درهم في القفة، زيت سكر مطيشة هادي تمار وكذا، وجد القفة الأولية والثانية وعطاهم لديك النساء. ديك 30 اللي وزع الأولى ديك الراجل الغني فيها الزيت ديال 5 يطرو 5 لتر، ولكن هو ديك القفة اللي عمل داكشي على قد الحال باش تأثر بديك الكلام ديالهم. قال السيد هذه سابقة تاريخية أنه غامر بواحد راس المال كبير اللي هو 430 درهم اللي هو ما عندوش، خداها كريدي. ملي مشاو ديك النساء في حالهم شوية ورجعوا دقوا عليه كيقولوا يا الشفار يا النصاب، الناس عطاوك القفوف توزعوا فيهم الزيت 5 لتر اللي عطيتي للناس، وحنا عطينا جوج لتر الزيت، خاص اللي يجيب لك البوليس يا الشفار يا مشدود. الراجل تصدم، جوج د القفات باقيين كريدي مول الحانوت، هو بزدان الطريق ما بقاش يجوز ديك الجهه ديك الحانوت، راه كيسالو جوج قفات وهما قالوا له انت نصاب شفار. وهذا وقص على هذا في وسائل التواصل الاجتماعي. انا بيدي كيتواصلوا معنا ناس ما بحال اللي قلت للسي رشيد قبل قليل، واحد مصيفط لي ميساج كيقول لي بارطاجي لي واحد المنشور والارقام ديال التليفون، حنا غنبنيو واحد الجامع. قلت له يا المسخوط حنا عندنا مليار ديال الجوامع مشدودين دابا، انت خصك تبني واحده اخرى. وما هي جامع المغرب؟ الجوامع هو الحرمين المسجد النبوي ومغلوقين وخاويين. انت باغي تبني الجامع، حنا باغيين عقفه فيها طحين وزيت، وانت باغي ملي ما بغيتيش قاز للصفحه الفيسبوك وقال مهرج كوميدي منافق نصاب. قلت له عطيه لامو، عطيه ماشي تعلم ما يسواش هاد رضوان هذا، عطيه نصاب. شكرا. هو اللي السبب في ثقب الاوزون، انت هو ديك رضوان هو السبب، التلوث البيئي هو السبب. شكرا. المهم تفضلوا، سمحوا لي خديت الوقت. لا خذ راحتك، الوقت ديالك السي رضوان. فهذه امسيه رائبيه كثيره. فغير باش نسيروا، هي الامسيه غادي تكون دردشه، يعني ما غاديش يكون ما عندناش واحد التوقيت، غادي تكون دردشه السي رضوان. نعم تفضلوا، انا خديت حقي صافي نستافدوا بها كاملين. تفضل السي رشيد. واش غنقول لك، زعما الجلسه معك حلوه وممتعه ولا يخطيك، هذا الشيء اللي غنقول لك. الله يحفظك. داك القبول اللي عطاك ربي سبحانه وتعالى، يعني هذا الشيء من عند الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك ويبارك فيك، نسال الله التوفيق. الله يجازيك على الكلام ديالك الطيب، وكل ما كتقوم به في الاعمال الزوينه والاعمال الخيريه، حتى انا كنعرفك كتشارك بزاف في الاعمال الخيريه، الوقت ديالك كامل كيمشي في الاعمال الخيريه، فجزاك الله من هذا المنبر، جزاك الله خيرا عنا وعن الجميع ان شاء الله. امين. ولكن انا غادي نقول لك، انا واحد الانسان شويه مكلخ، وانا عارفك انت ما عندكش شي مع المكلخين، وغنصبر لك اليوم. المؤمن موصى خصك تقبل عليا، عارفك انت عندك شي حاجه مع المكلخين، خصك تعاود لي هذه الحكايه ما ديش عليا. بحال اش؟ تفضل. القصه ديالي مع القصه مع الناس المكلخين.
واش غادي نقول لك انا هذا ما ادري انه واش عيب فيا انا، ربما نعترف بهذه الليله هذه. انا كنفقد السيطره على نفسي اذا انني صادفت. انا نقدر نسافر في الطياره نتناقش مع شي واحد، نختلف في الدين، نختلف في التوجه، في الانتماء، في الفكر، في الثقافه، في المرجعيه، ويكون واعي ونتفقوا انا وياه نوصلوا لواحد النتيجه، نصراني يهودي علماني نتناقشوا وماشي مشكل، نوصل يكون بيناتنا نقاش. ولكن ما نقدرش انا ما نوصلش لشي نتيجه مع واحد واخا يكون كنتوافق معاه في كلشي ويكون مكلخ. لا لا لا، ما نفوتش معاه حتى دقيقه. وامور كثيره يعني في المجتمع اللي كنشوفها الناس، كنقول لهم الناس خصهم يكونوا واعيين يعني. وانا حكيت لك دابا قبايل تعليق واحد في اللايف درتو هذه يومين بالليل، كان شرب الكاس د الماء في اللايف، واحد كيعلق عليه اليوم في النهار كيقول لي محشو ماشي عليك طالع لايف وكتشرب، زعما شوفوني انا ما كنصومش. انت شي في اللايف معطل. وهو اللايف شافوا هذه يوم وكيسب والسيد وكذا وطحتي لي من عيني. ودابا هذاك صافي هذا غيبقى يعلق فوقاش ما يشوف رضوان يقول لهم هذا راه ما يسوى ما يصلح. علاش؟ وطلع كيشرب في نهار رمضان فهذا الكلخ، هذا اش كنسميه؟ هذا الانسان داخل مواقع التواصل الاجتماعي هو مكلخ، المفروض خاصو يوعى قبل ما يدخل الواتساب انستغرام. وتصور السيد في الفيسبوك كيصوني عليك كاميرا فيديو جوج د الليل ما عمرك ما كتعرفو، يصوني عليك. واخر معايط لك في التليفون وكيقول لك شكون انت. واحد عيط لي قال لي شكون انت، قلت له عبد الله، قال لي شكون عبد الله، قلت له العمراني. شكون العمراني؟ اللي عنده الحانوت في باب النوادر. وبقيت هكذا نحماق عليه، حتى انا حمقت عليه. نحماقوا كاملين ولا نوعوا كاملين؟ نوعوا كاملين. كتعيط في التليفون انا فلان ها اللي بغيت. لا شكون انت؟ كيقول زعما بحال اللي كندوق عليه في دارو. شكون؟ سي فريد. والله المستعان. هو مزيان. بغيت نقول واحد الحديث ما مضمونه، المضمون ديالو قال لك والله ملي كيكون كيحب شي واحد كيحبب فيه الملائكه والخلق ديالو اجمعين. هذا المثال هذا الحديث هذا يمشي لي عند السي رضوان ديما، لانه الانسان بارك الله فيك. وهذا اللي كيحسني ضمنكم هذا الحديث كان يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل فقال له يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فينادي جبريل في أهل السماء فيقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا. آمين. بدون نفاق الله يحفظك. هذا الحديث هذا فيما تنكون كنتناقشوا على المشكل ديال التواصل الاجتماعي وكنجبدوك كنهضروا عليك، كيطيح لي هذا الحديث سميتو. هذا هو الجواب باش كنجاوب كاع الناس. كيقول لك راه عندهم ناس بزاف متتبعين ديالو متبعين وهذا. كنقول لهم راه ها الموضوع فين كاين، راه ماشي غير اجي وتبع. راه الا ما كنتيش مقبول وما عندكش واحد قبول من عند الناس وجهك وربي تيبغيك راه ما غاديش تمشي بعيد. وهذا الشيء اللي كنقول للناس، كنقول لهم شوف انا كنعرف بان راه يقدر الانسان يدفع الثمن غالي ملي كيكون عفوي. ملي كتكون عفوي كتكلم بعفويه وماشي التمثيل والسباغه غتدفع شويه الثمن. ولكن شنو غادي تربح؟ غتربح انك مرتاح، لان التمثيل متعب بزاف كيعذب. خصك دابا ساعه تكون موجد راسك للتورناج باش تمثل، باش تغمض الشخصيه. ملي كتعيش على طبيعتك ما كتحتاجش انك تستعد تمثل. كتمشي ديما في قهوه في دار في لايف في قناه مع راجل مع فقير غني، ديما هذه الطبيعه ديالك. لان على ذكر هذا الشيء واحد الصديق ديالي كيقول لي، واحد الفنان صديق ديالي كيقول لي بان شحال ما بقيتي داير الماسك راه كيطيح لك واحد النهار ما يمكنش يبقى مستمر. هو تما العدم، هو في انك تحافظ على ديك الماسك هذاك تما العدم. وانسان قد يترتب على هذا حزن. كتولي عندك الجوانب الشخصيه وكتولي عندك مشاكل مع الناس شكرا. نعم. شكرا. نسولك واحد السؤال الشيخ رضوان، واش عندك مشكل في فيسبوك وفي انستغرام بحسابات اللي كياخذوا الاسم ديالك؟
وكاينين، وانا جبرتيني غدا ان شاء الله كنت غنتكلم على هذا الموضوع عام. هو لان كاين شي ناس كيتصلوا بشي ناس دابا وكيقولوا لهم حنا شركات اورانج وبغينا وربحتوا معنا في واحد المسابقه وكذا وهذه، ودابا باش ان شاء الله تستلموا الجائزه ديالكم لابد خصكم ترسلوا لنا واحد الرقم ديال واحد التعبئه شريوها. كنقول لهم هذا لو الله عز وجل، الله اذا انطق الحمار ما يديرهاش. شوف الحمار لو نطقوا الله. دابا انا معايا بيانات في المسابقه وخصني نرسل لكم تعبئه ب 500 درهم هذه. فكنقول لهم ان دائما الانسان في الوسائل التواصل الاجتماعي يرد بالبال من الحسابات المزوره والمزيفه. كاين، نعم كاين بعض الناس اللي يستغلوا. والمغرب في هذه المساله هذه متاخر بزاف. المغرب يجروا بزاف، شكرا، ياخذوا بزاف الحساب. لا المغرب الاجهزه الامنيه ما كانش واحد الطريقه اللي كتحفظ صفحات رسميه. لان كاين بعض المشاكل بحال هكذا ملي كتمشي تبلغ عليها بان مسائل خطيره جدا. لو كانت الصفحه باسمك كتنشر شي امور اللي تطرف او تحريض او سب او شتم. انا عندي جوج ديال شكايات الوكيل المالي بواحد الصفحه باقي ما عملوا معها والو. وان شاء الله يكون خير. فسي رضوان، نعاود واحد السؤال اللي يتعاود بزاف عند المشاهدين. شيخنا رضوان بن عبد السلام، فدائما نشوفوك في الصور. اولا انك تطلق الصور في فيسبوك، فهذا شأن يعني كتقول صراحات الصور، وتكون الصور مجموعه مع الفنانه، فمجموعه ديال الناس داك اصحاب الخير كما نقولوا في اصحاب الفيسبوك، ونهار واش هذا داعيه، وراه مع المغني الفلاني، وراه شفناه مع زهير البهاوي كما دوزنا في الحلقه في التصاور في الاول، وراه كان مشى قصر معاه في شي صواري، والغدا اللي دخل المسجد يقولوا لنا سيدي الاحاديث. فواش ما هو ردك على هذا؟ بصفتي انني انا اشتغل في المجال الدعوي، فهذا السيد هذا بغض النظر على هو فنان او ممثل يكون كيسمع لي وكيتابعني. نهار اللي غنتلاقاه انا شنو المفروض انني نتعامل معاه مزيان باش كنكون كنطبق ديك الكلام اللي كنقول للناس. يعني انا اشتغل في المجال الدعوي وكنصح الناس بان الاخلاق ديالنا والمعامله وكذا، فمي غيتلقاني انا المغني خصني نرجمو بالحجار، نجري عليه بالحجار باش يكون هذاك اللي في الفيسبوك راسو مربع على خاطرو. يعني باش نرضي واحد مكلف خصني نتصرف هذا التصرف. لا، انا البهاوي تلاقينا في فرنسا، ولد مدينتي ومغربي ومسلم، شنو كيعمل؟ كيغني وحنا ما كنعملوا والو مثلا. كلنا عندنا عيوب، ولا نفرض ان هذا المغني او الممثل هو في مجال غلط باش نرجعوه نجري عليه بالحجار باش يكون هذا. فنسمعوا الصوت متقطع. فشكرا على التوضيح. وكذلك سي رضوان، شكرا على الجواب ديالك القيم بالنسبه لهذا، لان بالصباح فاش درنا النشر على الصفحه وصلونا هاد السؤالات وغادي دوزوا هذا. كان بغيتكم تقولوا لي واش هذا فين كديروا، علاش نتوما درتوا داعيه. فانا شخصيا نجاوب هاد الناس بعدك. فاقول مره اخرى، انا نعطي السي رضوان بن عبد السلام داعيه لانني انا افتخر بشيخ يتكلم البساطه ويوصل الرساله. انا نقولها لكم على المباشر باش بلا ما نبقى نجاوب هذوك 200 واحد اللي صيفطوا لي علاش سميت له داعيه ولا علاش سميت له شيخ. فانا نقولها لكم على المباشر وبالحضور ديال الضيف ديالنا. فهذا الضيف اللي عندنا اللي رزقه الله بواحد البساطه اللي توصلنا ليها، اللي وصلنا بها بالنكته. فالاغلبيه نفس الاشخاص هذو اللي كيصيفطوا لنا هذه الرسالات. فنقول لكم بالدارجه، فانتوما اللي بارطاجيتوا الملايين ديال الفيديوهات ديال سي رضوان. علاش؟ لانهم بالنكته ديالو كيوصل الرساله وكيقربنا الاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بالحياه العاديه ديالنا. فاي واحد يشوف راسو فهذيك النكته ويشوف راسو في الحديث ويتعدل بها. سي رضوان، فهذا السؤال غادي نقول لك، فواش كان تعمد ولا عفويه انك كتقيس دائما واحد الحديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم بالحياه ديالنا العاديه في الزواج، فين تكون في شي حفله زفاف، فكتجيب لنا واحد النكته اللي كتقربنا وكان ميساج الرساله كتوصل بطريقه سريعه. واش كان هذا تعمد من طريقه ولا مفهوم جديد الداعيه في النظر ديال رضوان عبد السلام؟
غالبا كتكون انا اللقاءات ديالي في الاعراس كتكون لقاءات يعني فرح وسرور والبهجه، فلا بد اننا نذكرهم، نوصيو الناس ونذكرهم كيفاش كانت الحياه الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجيه، وكيفاش خصنا نكونوا حنا في البيوت ديالنا مع الزوجات ديالنا، وكيفاش اننا نكونوا مع الاولاد ديالنا، وكيفاش نقتفيوا الاثر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت ان المجالس هذه في الاعراس تحتاج الى شيء من البسط والسرور والبسمه، ويعني شويه ضحك وشويه يعني ادخال الفرحه على قلوب الناس والحضور. فكنجمعوا بين هذا البسط هذا وبين النصائح وبين ايات واحاديث، بين ايات واحاديث وقصص من الواقع. يعني وغالبا يعني القصص هذو اللي كنحكي انا اشخاص كنعرفهم، يعني ماشي من وحي الخيال. كثير من الناس يقول لك واحد القصه، كنقول له شوف اذا كنت فيك البلوى مبلي وما جاكش النعاس اتصل بيا ونديك تشوف مول القصه، ولكن بوحدك بلا ما نشوفوه هنا في الفيسبوك ونقولوا فلان مفضل ولد العياشي الطريباق اللي ساكن في تطوان. لا، يعني القصه هو العبره منها فقط، ما نذكروش صاحبها او لا. فانا ملي كنذكر القصص هادو قصص شفتهم في الواقع وعاشرت ناس وعاودوا لي وشاهدت. انا يعني كنت احيانا كنكون انا طرف من القصه، والقصه عندها شأن عظيم في القران وفي السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حكى لنا بزاف ديال القصص السابقين. وكذلك القران، يعني القران كامل فيه سوره كامله اسمها سوره القصص. فالقصه لها دور كبير في التعليم والتربيه، والحمد لله أتت أكلها وأعطت نتيجة جيدة. كثير من الناس كيتلاقوني، والرسالة اللي كنت باغي نوصل كنلقى أنها وصلت، وهذا ما كانوا. وحنا صلاح المجتمع مبني على صلاح الأسرة، وصلاح الأسرة مبني على صلاح الزوجين، وصلاح الزوجين مبني على المسؤولية الزوج. وأنا دائما كيقولوا لي كتدافع على المرأة، لأن الزوج أعطيت له المسؤولية في الدرجة الأولى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته هو الأول. والحمد لله كنوصلوا لك شيء ببساطة عبر قصص أو مواقف طريفة أو أحاديث وتنبيهات وصايا نصائح مواعظ، والحمد لله. سي فريد عندك السؤال؟ باش نرجع للسؤال اللي سولتيه ديال الطلاقه اللي عنده العفويه، هذيك هي النقطه ديال القوه ديال السي عبد السلام، تكونوا واضحين. وبغيت نسولو شنو في هذا رمضان هذا كنتي كتخرج للبرا دير الدعوه، دابا كيفاش كتعامل مع الناس اللي متبعينك في هذا رمضان هذا؟ واش عندك اتصال بهم ولا كتدير فيديوهات ولا؟ وهو غادي نقول لك المؤمن كخصو يكون يعني كالمطر أو الغيث، أينما وقع نفع. الإنسان المصلح أو الصالح أو الداعية أو غير ذلك أو المؤثر أو في أي مجال، ماشي ضروري في المجال الدعوي أو الديني، وإنما في جميع المجالات اللي هي نافعة، خصو فين ما كان. ولهذا كتجبر الطبيب ماشي طبيب في المستشفى، لأن الطبيب إذا كان جالس في الشارع وجبر شي حالة حرجة فغيخدم طبيب هو في الشارع. متفقين؟ فإذا كنا منعنا من السفر بسبب هذا الوباء، وهذا قدره الله عز وجل، والمؤمن كما في الحديث حديث جبريل من الأركان الإيمان أن المؤمن ينبغي له أن يؤمن بالقدر، أو واجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره. وربي قدر علينا أننا ما نمشيو العمرة، ما ندخلوا الجوامع، ما نخرجوا من ديورنا، هذا قدره الله والحمد لله على كل حال. فكانت عندي دروس وسفريات وكذا، والحمد لله. أنا أقول لك أنني كنت كنفكر كنقول كيفاش غندوز عليا هذه الأيام وأنا في الحجر الصحي بين 4 حيطان، وأنا مولف الطيار والسفر والمطارات وما نجلسش ما فهم. فسبحان الله حتى أن أولادي قالوا لي في الدار، وأمهم الزوجة ديالي وبناتي قالوا لي في هذا الحجر الصحي غنصطابوك. زعما في هذا الحجر الصحي كلشي صطابنا. قالوا لي في الحجر الصحي غنصطابوك.
وغادي نشبعوا منك ونجلسوا معاك، ولكن اللي كيقولوا المصريين قاتل الحزينة تفرح ما لقاتليهاش مطرح. جاو يفرحوا، جبروني دخلت في هذا الشيء ديال العمل الخيري والمبادرات، فالباب مقفول عليا، حتى انني عملت واحد الزكرم، لان ديك الولد صغير كان لايف وكيفتح الباب ويهرب لهم ويجي لعندي يقول لي اعمل لي اوبلالا زعما علمني، فهمت؟ شحال مره طلع معايا في اللايف هو اذا كنكون عامل مباشر. الحمد لله عندي تواصل مع جمعيات ومع مؤسسات ومع مساجد في فرنسا، هولندا، بلجيكا، جمعيات كنعمل معاهم لايف في الصفحات ديالهم دروس، والحمد لله اللي كنقدروا عليه كنعملوه. في نفس الوقت كاين هذا الخير هذا، اننا في هذا العمل الخيري هذا من نهار 23 مارس لهذا النهار هذا اليوم 13 او 12 ماي استطعنا توزيع اكثر من 2000 قفه والحصول على أكثر من 100 كفيل وكفيلة للأرامل براتب شهري دائم إن شاء الله. ما شاء الله. وأكثر من 6000 أورو مساعدات مادية للطلبة والعاطلين خارج المغرب اللي في إيطاليا البرتغال إسبانيا وفرنسا. هذو 4 دول اللي استطعنا أننا نساعدوا فيهم شباب اللي هو محتاج للمساعدات مادية، وكذلك أكثر من 200 قفة رمضانية في إسبانيا فقط. إسبانيا القفاف كانت خاصة بإسبانيا. وهذا العمل هذا حتى هو داخل في الدعوة، وأنا أقول للشباب أن الناس ما خصهمش يشوفوا منا على الكلام، يشوفوا منا العمل، وأننا نساعدهم ونوقفوا معهم، وهذا الحمد لله. ما شاء الله. فسي رضوان نزيدوا معك في واحد السؤال. كانوا عندك مؤخرا واحد التدخل واحد بالفيديو انك رديت على بعض الفنانه اللي قالوا ان الحجر الصحي باش نعاونوا الفرمليه والاطر الطبيه وداك الشيء غادي نطلعوا في السطوحه وغادي نغنيو ياك. فانت درت واحد الفيديو اللي تلقى واحد، كاين بزاف كانوا اللي جاو مشاهدين كانوا معاك، كاين شي وحدين انتقدوك. انا قلت ماذا بكم الى غادي نعاونوا الاطر الطبيه والفرمليه، فمن بعد الحجر الصحي من بعد هذا الشيء ودوز هذه الجائحه نتاع كورونا فنزيدوا لهم في الخلصه احسن ما نغنيو لهم في السطوحه. فماذا بك تقرب لنا بهذه الفكره ديالك للمشاهدين؟ هذه الفكره نقربها بواحد القصه، وانا قلت لكم بان كيعجبني القصه كتلعب دور كبير في التعليم والتنبيه. هذا واحد الاعرابي كان عنده واحد الكلب كيموت فيه الموت في الارض، وهو كيبكي معاه، وجازوا الناس قالوا له مالك؟ قال لهم الجرو ديالي الكلب ديالي كيموت، وهو كيبكي عليه كيموت من الجوع. قالوا له اعطيه ياكل، قال لهم لا نبكي عليه واخا ولكن نعطيه ياكل لا، انا بركة عليا انني نبكي عليه. وهذا مثال تقريبي ان في كثير من المواقف والحالات عن مثال تقريبي. الممرضين ولا البوليس والقوات المساعده التصفيق ديالنا ما عنده باش ينفعهم. حنا باش ننفعوهم وما حنا نضغطوا على الدوله انها تعلي من رواتب رجال الامن والقوات المساعده والدرك والممرضين والممرضات ويقللوا لهم السوايع. انا خصني نعرف باش حنا بنادم باش نقبلوا ان بوليسي 16 ساعه، هذا المنكر بالسبردينه في رجلو، هذا المنكر بالسبردينه كيجري. بوليسي 16 ساعه كيفاش بغيتو يرجع للدار ديالو ويلعب مع ولادو ومراتو وهو 16 ساعه ديال التعب؟ والقوات المساعده والممرضين السوايع بزاف والفلوس قلال وفاكونس والو. حنا اللي بغيت نقول لهم هذه نقطه، اننا ننفعوهم بهذا الشيء، يعني نضغطوا على الدوله وعلى البرلمان وعلى اصحاب يعني التخصص، الناس اللي يقدروا يعملوا المسؤولين اصحاب الشأن، انه من بعد الحجر الصحي اعاده النظر، وهذه خصها تكون واجبه، لان حنا هنا بانوا النجوم وهنا بانوا الناس اللي محتاجينهم حنا واللي نفعوا البلاد. القوات المساعده، بعض اعوان السلطه، غيجي شي واحد غيقول لي البوليس كاملين مزيانين، فيهم شويه الناس اللي قباح. الاطباء كاملين مزيانين ضروري فيهم، اصحاب اللحيه، الفقهاء، الجوامع، المحاميين، القضاة،
اي شريحه في المجتمع الا اجبر فيها واحد النسبه قليله اللي ماشي مزيانين. هذه طبيعه البشر. طبيعه البشر. ما يمكنش احنا بوليسي قبيح نقولوا كاملين قباح، نجار قبيح نقولوا النجاره كاملين، طاكسي واحد قبيح نقولوا الطاكسي كاملين. فهمت القصد؟ لا القصد. فالتعميم هذا اللغه ديال المكلخين. احنا رجعنا للمكلخين. مكلخين. اللي كنقولوا حوته وحده كتخنس الشواري. الله يرضى عليك. وهذه القضيه ديال نصفقوا للممرضين اللي طلقوها بعض الفنانه، وانا ملي عرضت ودرت فيديو اتصلوا بيا بزاف ديال الفنانه قالوا لي احنا معاك. والناس اللي ما عجبهمش هذا الكلام هذا، فانا ما سميت حتى واحد، ما قلتش فلان فلاني، وهذا ما عمري قلته، ما عمري غنقوله ان شاء الله. انا لا اذكر اسم احد حتى لا اجرح احد يعني، وتحت الصفه من تلميحا ولا تصريحا ولا تعريضا. دائما كنتكلم على الظاهره وعلى المشكل وعلى العلاج ديالو، ما كنذكرش الاسماء. فالمغنيين اللي خرجوا قالوا خصنا نطلعوا الباركوس نصفقوا ونغنيوا النشيد الوطني، اولا غلط. فينو؟ واش انت عندك فيلا فيها باركو؟ الناس عندها بيت في السلطانو، اش من باركو عندهم؟ مش من سطوحه يعني. وثاني حاجه، حنا في الحجر الصحي، وبنادم سخون طايب نهار كامل هو سخون في الدار، بالليل تقول له طلع للسطح يدربوا البرد يتوسوس يقول انا فيا كورونا، لان الزكام هذيك ديال الاعراض الزكام هو الاعراض كورونا، الكحه، السخانه، وغنوليو حنا شي طاب وشي ما طاب. علاش اخويا؟ وانا ضد قراءة القرآن في السطوحة، وضد الغناء، وضد النشيد الوطني. خصك دير شي حاجة ديرها في دارك، صلي في دارك، تقرا القرآن قراه في دارك، تدوز هذه الفترة. ما خصناش احنا يكون هذه الهمجية او في العشوائية والضجيج. وبزاف وتكلمت على هذه القضيه، وناضوا المكلخين يعارضوا. المكلخ هذا المكلخ كينوض، المهم هو ما عرفش راسو على شنايض، المهم غينوض يغوت. وعلاش القران سمعوا في دارك بوحدك انت. وانا كنقول لهم حتى اذا كنتي في دارك، حنا دابا انتم معايا السي رشيد وعبد الاله، ذكرني بالاسم، فريد. حنا انتم باربعه، حنا دابا مع 20 في دار، واحد كيتفرج شي برنامج وتنوض انت تشعل القران، او واحد خصو يتكلم، او كل واحد فينا يسمع القران راسو باش لان كل واحد هو فاش مشغول. رضوان غادي نقطعك على هذه. كان واحد الفيديو طار في بدايه الحجر الصحي، طار واحد الزباعه في المغرب، يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، ديال واحد الشخص كبير كان داير واحد الباف ديالو عند بوق ديال في السرجم، وكيدير في النافذه ديالو، وكان فيها يدير القران كل نهار بصوت مرتفع، والجيران تشكاو به. فجا القائد ولا القائده وضربت مع داك الناس. فبعد بزاف تاع الناس بقاو يبارطاجيو، كما نقولوا هاد المكلخين بقاو يبارطاجيو ويشوفوا القائده ولا القائد راهم ماشي مسلمين، راهم قطعوا. فانت يعني ضد هذا الشيء، يعني ضد ان الواحد هذا يدير القران في جميع الحكام اللي يسمع له. جاوب عليها. انا تكلمت عليها في واحد الفيديو، عاونوا المكلخين كيجاوبوا. قال لك انت علاش جيتي من جهه القائده؟ انت كنقولوا احنا تتزلف او كذا وخافتي. يا اخي المكلخ، واش انت اليوم عاد غتعرف رضوان بن عبد السلام؟ واش رضوان بن عبد السلام عمرو تزلف ولا؟ احنا من ديما اذا احسنت السلطه كنقولوا لها احسنتي. شفنا شي، انا اليوم شفت شي مجرمين حفروا الارض ومشاو، هذه الطبيعه ديالهم. شي مجرمين عندنا في المغرب كيحفروا يجوزوا شي قادوس، ومن كيساليو كيخليو ديك شي محفر ويمشيو. هادو هما اللي ذكر الله في القران يفسدون في الارض ولا يصلحون. هما هادو بالضبط. هذه الايه عليهم هما، على هذا النوع هذا كيحفروا. انا اذا احسن الرجل نقول له احسنت، واذا احسنت المراه نقول لها احسنت، بغض النظر التوجه ديالهم. القاعده اذا كانت غلطات فماشي هذه الساعه احنا باش نحاسبوا القائده على، ماشي الساعه القائده ديالك انت. هي خرجت تواجه الفيروس وجها لوجه. اما انت طالع الفركح ديالك في الدار، اعمل الصناتات وتسمع القران. اما القايده غلطت، علاش غلطت؟ قالت تفي داك الشيء قصدت الصوت مرتفع، ما قصدتش القران. يا من يصطادون في الماء العكر. الاسلام
كونوا قوامين بالقسط. الإسلام دين الإنصاف، الشهادة بالحق. إذا كان الإنسان المسلم غلط والنصراني عنده الحق، الإسلام ينصر النصراني على المسلم في هذه المسألة اللي هو الظلم. وقصص كثيرة، القاضي يحكم لصالح النصراني أو اليهودي في الدول الإسلامية. علاش؟ كيقول لك لأن المسلم أغلط، ما هذا ماشي حقه، الحق هذا القسط والعدل. حنا القايدة قتلوا موقفوا الصوت مرتفع، ماشي ما تسمعش القرآن ولا رجعتوها ما زنديقة كافرة ملحدة ما تسوى ما تصلح. ربما صرفت بشدة، ولكن ديك الشدة هذيك تكلموا عليها بالقياس. قال لك لا، ديك الراجل الكبير طلق القرآن اللي كاينه واحد السحارة في الحي، يمشي ديكلاري بيها، يمشي قدم شكاية لوكيل الملك. ماشي السحارة كاينه في انا هنا في تطوان طالقين لي بافيهم الله اكبر وداكشي في الجوج د الليل. عندي فيديو خاص ليا انا، فيديو في التليفون ديالي سجلته راسي هذا خاص، الجوج ونص د الليل والناس طالقين القرآن في الليل، في الليل جوج ونص د الليل. واش كاين شي واحد في الدنيا، شي واحد من العلماء قال هذا الشيء يجوز؟ فكنبغي نقول للناس ان ما خصناش احنا نطلقوا القرآن بصوت مرتفع. وربما الناس كاين اللي مريض، كاين اللي خدام في الصباح بكري، القرآن فوق راسنا معروفه هذه، لا يعارض مسلم انه يقول لك لا ما خصنيش القرآن. ولكن في نفس الوقت ديك القرآن هو قال لك ما تظلمش للناس وما تزعجش الناس وكذا، يقدر الناس ناعسين، شي مريض شي كذا وهذه. فقلنا الكلمه في هذه القضيه هذه. ودابا اعوان السلطه والقائد هذه ماشي الساعه ديال غدلو انت القائد ولا علاش القايده ولا القايد ولا هادو خرجوا يواجهوا المخاطر وجها لوجه. فانت تجنبهم، هما قباحين، دخل في حالك، ما دخل في حالك. قالوا لك الحجر الصحي، واش هي المسخوط انت خارج مورا مسكه للزنقه؟ الناس دايرين الحجر الصحي هو خارج مورا مسكه، من مورا طاس ديال الدانون، مورا داير الحجر الصحي التزم به، الكمامه التزم بها، الورقه عطيناك الورقه الدخول التزم. فهادشي اللي كنقصدو. حتى اذا كان شي خطا من بعض اعوان السلطه هذا ماشي الوقت ديال العتاب. اجي انت واجه هادشي هذا في بلاصتهم، ما تغلطش، كل بني ادم خطا. وتحيه لرجال السلطه واعوان السلطه والقياد والقايدات ورجال الامن والدرك ورجال النظافه واي مواطن اي مغربي اللي هو الان في المقدمه ديال الحماة ديال هذا الوطن وهذا الشعب وهذا الناس، ووجها لوجه لهذه المحنه وهذا الوباء. جزاهم الله خيرا. والناس كتقدم الارواح ديالها والوقت ديالها والمجهود ديالها في سبيل انقاذ الناس وحمايتهم من الامراض وغير ذلك. انا كنشوفوا غير داك الممرضين والطباء مساكن، كاين اللي ما شافوش ولادهم نهار اللي بدا الحجر الصحي، يعني هما ملتزمين غير في المستشفيات. حماية الشعب، يعني هادو لهم الشكر تا هما، الشكر الكثير تا هما مساكن ما كيشوفوا لا ولادهم ولا. انا نادرا في كنبكي قدام شي واحد، انا كنبكي بوحدي، نادرا في نبكي ومعايا طرف ثاني او ثالث، نادرا. يعني انا مبرمج، ربي خلقني اذا نبكي بوحدي. انا هنا يوصلني واتساب اراميل وكذا وكنبكي كثير من المرات، ولكن بوحدي. ولكن جاتني واحد المكالمه، واحد السيد سلام لاباس كنهضروا، طبيب، ثم انفجر بالبكاء. قال لي اخويا رضوان، انا اول مره في حياتي انني ما نشوفش ولادي فوق شهر، ومراتي وابني كنطلل عليه كيلعب من الشرجم ونمشي، كيجي لدارو وكيشوف بنو كيلعب ويطلل عليه من الشرجم بنو لداخل وكيطلل عليه. هذا احساس لا يوصف. هذا مواقف تفتت الحجر، انك فلدت كبدك. وهذا السيد يلاه طبيب، يلاه مزوج وعنده ولد واحد، وها مراته وها ولده كيلعب، كيطلل عليه من الشرجم من النافذه وما قدرش يعنقه ولا يشوف، ويرجع للمستشفى وكاري بيت بوحده. يعني كاري واحد البيت عاطينهم. وقالها لي وبدا كيبكي وبكيت معاه انا حقيقه. وهذا مسكين انت كتشوف
وهذا معرض، هو بنفسه معرض للوباء. فهادو الناس كتخاطر وكتغامر وكتواجه الوباء، فجزاهم الله خيرا، والاجر ديالهم عظيم جدا. وحنا الدين ديالنا كيعلمنا وكيأدبنا وكيقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر الجزيل لهاد الناس كاملين، الاطر كلها، لا الامن ولا السلطه ولا القياد ولا البشوات ولا المدراء ولا الضباط، المهم كاملين نحن لا نعلمهم والله يعلمهم. كاين جنود الخفاء اللي مواجبين التليفون ما كيخرجوش للزنقه والتليفونات وكذا، ولا ديال القوات المساعده، وزيد عليهم هادو اللي كيسوقوا ديال سيارات الاسعاف، يعني سيارات الاسعاف وغير ذلك، يعني من الناس اللي كيقدموا خدمات جليله للبلاد وللناس، فجزاهم الله خيرا. شكرا. احنا الحمد لله في هذا البرنامج ديما يوميا كنقدموا لهم تحيه، ويوميا كنشكروهم، ويوميا نطلبوا من الناس باش يعاونوهم باش نخرجوا، باش حتى هما يرجعوا للمنازل ديالهم. يوميا تنعاونوا نطلبوا من الناس يعاونوهم. شكرا. المحاورين ديالنا عنده شي سؤال للسي رضوان ولا عندي سؤال؟ عندي واحد السؤال. تفضل. عندي واحد السؤال الشيخ رضوان، على باش نبقاو في نطاق اسئله تتخص هادشي ديال القران. كاين شي ناس، جوج الناس اختلفوا في واحد المساله ديال صلاه التراويح في هاد الايامات. دوك اللي كيصليو ديالهم مع ولادهم ولا كيتبعوا في الفازا، ولا شنو الراي ديالك في هذا الشيء؟ صلاة التراويح هذه من السنن المستحبة، هذه من نافلة كتحسب ماشي فرض. فاحنا ملي تمنعنا من الدخول في المسجد ونأديو الصلوات في المسجد المفروضة، ثم التراويح اللي هي النوافل كنصليو الفرائض في الدار. اللي استطاع انه يمسك المصحف ويصلي بمراته وولاده في الدار ويقرا من المصحف او يقرا من الحفظ ديالو اذا كان حافظ فجزاه الله خيرا. او اذا استطاع يصلي بهم التراويح عاد بقصار الصور، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق وكذا، عاود يصلي ديك الركعات. الفرق اللي كاين هو ان كاين اللي غيطول ويقرا القران ويكمل يختم، وكاين اللي كيصلي ديك الركعات النوافل في الدار ديالو. اذا ما استطعتيش ما تتبع، ما تقرا لا مع تلفازه لا مع راديو لا مع والو. هذا اللي عندك اما تصلي بعائلتك وانت حافظ، او تصلي بالصور اللي كتحفظ، او اما تصلي العشاء وشفع ويتر ديالك وجلس حتى رمضان اللي ما جي ان كان في العمر بقيه، حيت كنت التراويح دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي هذه النقطه هذه. شكرا، الله يرحم الوالدين على هذا التفسير. الله يودي. ماشي عندك سؤال؟ لا، حيت كنشوفوا في هذا النطاق كاين بزاف د الناس مثلا اللي الفوقيه ديال الجامع ولا هذا مثلا كيصليو في الديور ديالهم ودايرين اللايف، كاين الناس اللي كيصليو معاهم. واش غادي نقول لك؟ احنا ما تقدرش تمنع شي واحد من واحد الحال هو في دارو تقول له ما تصليش مورا الناس. اللي تقدر تقول له بان هذا العمل غير صائب، انك الصلاه مورا التليفون ولا تقدر تصنتيه. انا عندي بزاف ديال صحابي كيعملوا التراويح في اللايف، وحنا كندخل انا اللايف ديالهم ونصنت، وبعض الاحيان كنبارطاجيه، ولكن باش يصليوا الناس معاهم لا، هذا لم يعني يصح، لا يصح هذا الامر. وانما الصلاه معروفه ان تكون الصلاه الحضور مع الامام، فهذا الشيء اللي كاين. ولكن انا قلت واحد الكلام وارى هذا راي شخصي، كثيرا الناس اللي كيهضروا بزاف على التراويح ولا خصنا هذا تو كانوا التراويح في المساجد والله لا كملوا، ما يصلي 10 اللوليين ويمشي القهوه، ولكن دابا ملي منعوهم عاد حلاله هو التراويح. اما نحن نؤمن ايمانا جازما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الانسان اللي كان مواظب على شي سنه ثم حبسه حابس. كتشوف الناس اللي كانوا كل رمضان كيمشيو للعمره وهذا العام ما مشاوش، هذه قطعا نؤمن بها انها كتبها لهم الله الاجر ديالها. ياك انت خصك على الاجر ولا خصك يعني خصك الاجر. اللي كان كيمشي كل عام للعمره وما مشاش هذا العام مكتوب عليه
هذه مكتوبه له عمره تامه. ففي نفس واللي كان كيصلي التراويح كل عام في المسجد وهذا العام ما صلاهمش مكتوبين له الاجر، مكتوبين له الاجر ديال التراويح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي كان كيعمل شي عمل ومواظب عليه ثم حبسه حابس مرض او كذا كيبقى ديك الاجر ثابت واخا ما يعملش ديك الحاجه، لان علاش هو مواظب عليها، وانما قدر الله عليه انه يوقف. سدوا ريحتيني بهذه الحادثه سي سردوان. شوف علاش حيت انا هذه مده 10 سنين كندير افطار الصائم. هذا العام كنت ناوي انا وواحد الصديق ديالي والاصدقاء ديالنا باش نديروه، ما كتبش لينا، يلا فرق بهذا العام اللي ضعنا فيه. نحن نؤمن كما نؤمن ان الله في السماء وان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، نؤمن ان هذا الاجر ثابت ان شاء الله لان صاحبه كان مداوما عليه. العمل الديمه يتسمى، لا يقولوا عمل الديمه، الديمه يعني الدوام. ولهذا اللي كان كيصوم الاثنين والخميس دائما وجا شي الاثنين وقع له شي حاجه وما صامش، ثابت ديك الاثنين مكتوب له الاجر ديالو تام مكمول، ولو هو قيد يكون في حال الاعمال اللي باقا كامله، الصدقه، العمره، الصيام النوافل، كذلك قراءه القران. واحد السيد كيقرا القران كل نهار، واحد النهار شغله شاغل ما قدرش، ديك النهار هذا كيتكتب له الاجر ديك القراءه الحزب او حزبين اللي قرا. فشكرا. فنرجع نرجع نفس النقطه. فالسي رضوان على الكلام، لان مجموعه ديال الناس اللي علقوا على الكلام ديال اللي كيصليو مع شي واحد لايف في شي بلاصه اخرى، اللي قلت نتايا انك انت ما متفقش معه وانا كذلك، فنقدروا نسمعوا له، نقدروا نبارطاجيوه، لان يكون كلام الله نسمعوه، ولكن باش نصليو مورا، لان بعض الناس يعني بعض في المواقع فكيجاوبوا تهكم على هذا الشيء. باش نكونوا صراحه يقول لك الا كان هذا الشيء عبر الانترنت وبالبعيد، فبلا ما نمشيو نديروا الحج كنشوفوا مكه بالمباشر ونطوفوا غير على التلفازه، يعني من طريقه النكته والسلام، يعني الطرائف اللي كيقولوها الناس. يقول لك يعني الا كان هذا السيد يصلي في بلاصه ونتبعوه، واش نظن انا متفقين في نفس النقطه هذا، واخا كان شويه النكته كانت شويه هو لب الموضوع، او نقولوا الركن الراكين والحصن الحصين. اخويا عبد الاله، هو دائما ادندن حول هذا الموضوع اللي غنقول لك دابا. هذا هو الركن الراكين الاساس، هو ان احنا اذا قالوا لنا العلماء نطوفوا نمشيو للحج في التلفازه بلا ما نمشيو او نصليو، المساله اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الانبياء فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون في القران. فانا اذا كنت غنصلي التراويح مورا واحد في اللايف، ما يمكنش المدينه اللي كتسكن فيها انت، القصر الكبير، طنجه، تطوان، مراكش، كازا، ما فيها حتى واحد من العلماء، لا ضروري يكون واحد. وهز اخويا التليفون واتصل به: هل يجوز نصلي مورا اللايف؟ غيقول لك لا، سال الكلام. حنا لا، حنا بنادم خصو هو بزز ولو طارت معزه. شوف، واخا لا يجوز وانا باغي نديرها، واش حنا غندخلوا لدارك ونقولوا لك فلان وقف الصلاه وانت ساد عليك دارك؟ واش فهمت؟ فهادشي اللي كنقصد لك. حنا ما علينا الا نقولوا للشخص هذا العمل غير صحيح، ثم بعد ذلك بقى تصلي حتى الحماق مورا ديك اللايف. شغلك هذاك، حنا اللي علينا عملناه، ما نقدروش نزيدوا معاك اكثر اننا نقدموا لك النصيحه. شكرا. سؤال سي رشيد. كاينه غير بزاف ديال التعاليق اللي شفت هنا كيوجهوا التحيه الكبيره للسي رضوان، كيقول لك شكرا للمعلومات، شكرا على الافاده، فجزاك الله خيرا. واحد كيقول لك داك الاعمال الخيريه، حنا كنعرفوك باللي انت ولد الخير وكتقوم بالاعمال الخيريه، فجزاك الله خير، فاكثر من هذا العمل، لانه ربي ان شاء الله هو اللي غادي يجازيك على هذا الشيء اللي كدير. بارك الله فيه. وكنقول له هذا انا دائما هذا جهد المقل، وهذا اقل الواجب، لان وهذا من احب الاعمال الى الله، ينبغي للانسان ان يسارع. ولهذا في هذا اللايف هذا غادي نبغي نقدم واحد الشكر للناس
اللي شاركوا معنا في هذه المبادرات كاملين شكر عام. ثم أقدم الشكر الخاص للجالية المغربية لأن هي ساهمت معنا ب 80% ديال المداخل هذا 80% ديال هذه المداخل هذه المبادرة والناس اللي ساهموا هما من الجالية المغربية. ترى ما السر في ذلك؟ بزاف ديال الناس سولوني على زعما 80% ديال الجالية. كنقول لهم بأن الناس اللي في المغرب عايشين في المحيط اللي كيعيشوا فيه كاين أبواب الخير كثيرة. عنده جار وعنده خدام معاه، عنده امرأة هذه كذا، هذا كيعرفوا الأقارب، إمام المسجد، عساس، هذا مؤذن، هذا الناس اللي ضعاف. الجالية المغربية في كندا، بلجيكا، هولندا باغيين يعملوا الخير، ولكن انت كتعرفوا في هولندا كلشي عنده الخلصه ديالو. بلجيكا الدوله ما مخليه حد، راه بنادم الكتفين ديالو فيه 90 سنتيم هو كيشبر الخلصه ديالو، يجلس ويرتاح وينعس. اوروبا ومن طريف ما يذكر في اوروبا، شفت في هولندا الدوله في هولندا كتخلص واحد المراه كبيره ودايره الخلصه لبنتها اللي مقابلها. عندها ايوا ترى هذا واش عجيب غريب. هادشي اللي جا به الاسلام هما كيطبقوه. عاطين الخلصه للمراه المسنه العجوز، وهذه قالت وبنتها دايرين لها خلصه راتب شهري. علاش؟ قالوا لها حيتاش انت مقابلاها، ما خصهمش المشاكل في البلاد. هما ما حريق الراس ما عندنا ما نديرو به. هاك شد الفلوس وارتاح، سكوت جلس، يا كل وشراب. فالناس في اوروبا الجاليه المغربيه خصهم يعملوا الخير، ولكن خصهم يشوفوا عارفين يتاكدوا ويرتاحوا لواحد الجهه. ولهذا الحمد لله في هذه المبادره هذه كثير من الناس، وحنا دابا بلجيكا كتحتل المركز الثالث في المبادرات كفاله اليتيم. عندنا المركز الاول لدوله فرنسا، المركز الثاني اسبانيا، المركز الثالث لبلجيكا. بلجيكا ما باقي شويه وتزيد تفوت لان الارقام متقاربه بيناتهم. بلجيكا راه فيها غير 11 مليون ديال الناس، وهكذاك راه كتحتل المرتبه الثالث، المركز الثالث. احصائيات درناها كفاله اليتيم، انهم كيتصل واحد كيقول انا باغي نتكفل بارمله ولادها براتب شهري الى ان يشاء الله، ما حد باقي في الدنيا. ما شاء الله ما شاء الله. تجاوزنا دابا 100 كفيل وكفيله. ما شاء الله. في نفس النطاق السي رضوان، يعني في هذه الظروف الصعبه ديال وباء جائحه كورونا، واش بان لك، يعني احنا كمتتبعين ولا انت في الميدان، واش بان لك بلا ما بانت واحد الروح ديال التعاون في المغاربه بكل صراحه؟ عندنا مكلخين وعندنا، واش بانت هذا التعاون؟ نهضروا على القفاف، يعني جمعيات مدنيين، انتم كذلك يعني كداعيه، يعني بزاف نتاع الناس والاغنياء والفقراء حتى هو يعاون. واش بان لك بلا ما هذه الجائحه بينت واحد الوجه يمكن ما كناش نشوفوه بزاف في المغرب؟ الجواب على هذه غادي يكون عنده علاقه بهذا الشهر اللي احنا فيه. الله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتعلموا التقوى في هذا الشهر. هذا الشهر هو امتحان. اللي كيقول أنا ما قدرش نعمل، ما قدرش، لا، أنت قادر. المغرب باقي لها دقيقة وكيموت بالعطش والله ما يشرب. شنو هذه؟ هذه التقوى، اللب. هذه اللب ديال التقوى. هذه التقوى تمشي على رجلين. التقوى هذا الانسان طب متقي الله. وتصور انت بوحدك في الدار وساد عليك وما كيشوفك حتى واحد، وقدامك القرعه ديال الماء بارده وانت فيك العطش وباقي 2 دقائق المغرب ما جابت 10. لا، في راسك واحد القضيه. بنادم تجاوز التقوى فين وصل للورع وادنت وكيقول لا نزيد 1 دقيقه يزولك الشم. اتجاوز التقوى، متقي الله. لا من الاتقياء، وصل للورع والزهد يعني الانسان. فتصور انت اذا خرج رمضان وبقى هذا المؤمن في الحياه العامه هكذا، نهار ما يكمي، نهار ما يزني، نهار ما يقول كلام خايب، نهار ما يقربش للحرام، نهار هو كيطيع الله. ربي قال له شوف من الفجر للمغرب ما تقرب لمراتك، ما تقرب تشرب لا ماكله لا
لا جماع لا، هذو اللي مبطلات الصيام. وهو ثابت صابر حتى المغرب تا كيأذن كيبدا ديك الساعه. فهذا امتحان. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. علاش؟ لعلكم تتقون، لعلكم تعلموا تخرجوا من رمضان، تخرجوا شواهد. شنو متقي، انسان متقي تخرج. رجعوا لجائحه كورونا. هاد جائحه كورونا بحال قضيه رمضان. في جائحه كورونا جات باش تعلمنا الانضباط، نغسلوا يدينا، نخرجوا بالوقت، نسمعوا الاوامر، نعملوا الاحتياط، نطبقوا الاوامر السلطات، اننا نتعاونوا مع بعضياتنا، ما ننشروش الاخبار الشائعه، نخافوا على بعضياتنا، نتعاطفوا، المحبه. في هذه الجائحه هذه بان الوجه الحقيقي للمغاربه وهو التضامن. ديك الشيء اللي كقديم ان هذا ما يعاون هذا، هذه كانت نقولوا سحابه، او ماشي الوجه الحقيقي للمغاربه. الوجه الحقيقي للمغاربه هو هذا. ولكن خصنا هذا الشيء يدوم، ماشي من الشعب فقط، حتى من السلطه يدها على قلبها دابا. المسؤولين كذلك يبذلون الغالي والنفيس، سدوا المطارات وكذا. علاش بغينا احنا المسؤولين يخافوا علينا ديما؟ علاش تخافوا علينا عذابا؟ والزين والمسؤول والغزال خاف علينا ديما الحبيب. داروا لنا المستشفى في امام مسجد الحسن الثاني، مستشفى اللي هو مؤقت يلاه تبنى. شفتوه؟ مستشفى ميداني داروا في 6 ايام ميداني. هذا الروح د التضامن من المسؤولين ومن الشعب بغينا هاد بقى تكون هي الاصل، ماشي عاد جات كورونا عاد ولينا حنا ظريفين وكنجريو ونجيب الانعاش ونجيب اجهزه التنفس وصندوق. هذيك صندوق كورونا راه شنو علاش ما كناش نجمعوا ديك الشيء قبل؟ زعما ما كانش الناس محتاجين. ولكن جات كورونا وقالت لنا المساخط، كونوا رجاله المساخط. علاش تنجي انا عاد ترجلوا ديما؟ جات باش ضرب بينا حنا، قالت لنا ديما كونوا. قالت لنا علاش نتوما كتسدوا القهاوي دابا؟ تا جيت انا علاش ما تسدوهمش نهار الجمعه اللي قال الله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. والسربيع عاد ما جي للهاشمي بلا بوكا، والمؤذن كيأذن والخاطب فوق المنبر، وبوجمعه عاد معيط على قهوه كحله، والطريبق عاد كيقول له دير لي نص فيه الكوطل فيه الاومليط، وهو الفقي فوق المنبر اليوم الجمعه واجبه. دابا قول القهاوي واش محلولين؟ لا. علاش؟ لان كورونا قالت الكلمه ديالها، قالت لهم سد. ربي قال له سد، قال لا ما نسدش. كورونا قالت له سد، قال لا نسد. سمعا وطاعه، سمعنا واطعنا. الا لا كورونا ملي قال له سيدي ربي سد نهار الجمعه فوقاش من 12:30 ل 1:30 ساعه، قال لا والله ما نسد. جات كورونا قالت له تسد 24 ساعه يا بوك، تسد شهر، قال لا واخا شهر وسد. ربي قال له سد ساعه، قال لا ما يمكنش. ما يمكنش، عندي خدامه وعندي مسؤوليه والحريه شخصيه وخليو والحلو والمطاعم، وحنا دابا بنادم سد شهرين وبخير. فهذه عبره وهذه محنه خصنا نستافدوا منها. ولهذا يقال ما من محنه الا ووراءها منحه كتجي من موراها منحه. وداك الشيء اللي سير دور ما كرهناش يقعد داك الصندوق تاع كورونا. نعم ما كرهناش يقعد الصندوق تاع كورونا، ما بعد كورونا يجلس داك الصندوق. نعم شحال د الناس عطاو الفلوس الملاير، مليون درهم، وهذا عطاو كذا وكذا وزيد. فبغينا هكذاك السكن العشوائي ما يبقاش. يا ودي ويبنيو لنا على المستشفيات يكونوا في حال بروكسيل وفي حال ديال اسبانيا، ويخلصوا الممرض مزيان باش يبتسم والبوليسي مزيان. حنا قال لك لا البوليس ماشي مزيان، والبوليسي و15 عام مشى شي فاكونس. والبوليس عندكم في بلجيكا كل عام، هاو في تايلاند، هاو في دبي، هاو في الاهرام، هاو في اليابان. البوليسي بلجيكي كل عام عنده فاكونس ديالو باش كيرجع بنفسيه جديده للخدمه، وكيكسر ديك الروتين وديك الشيء وكيرجع.
وهذا الشيء في بلجيكا كلشي داخل سوق راسو. البوليسي المغرب كيقابل على الحمق و6 سنين 7 سنين ما خداش فاكونس ديالو، و16 ساعه ماكينه ديال الطحين 16 ساعه، والقوات المساعده والممرضين والاطباء. الرساله ديالي اننا حنا هذا الصندوق د كورونا يكون اعاده النظر في المستشفيات وفي الاطر الصحيه والامن والسلطات وكذا، باش هذا البلاد يعني تمشي مزيان، ترجع يكون منحه من بعد هذا الجائحه، تولي منحه ان شاء الله. واسمح لي غنزيد كلمه. تفضل. المغرب شي حاجه كبيره، المغرب شي حاجه كبيره بزاف، ولكن للاسف حنا ضيعناه شعبا وحكومته. المغرب شي حاجه كبيره، الخير د الله، طاقه كبيره، ومغاربه واحد النفس وروح التضامن كبيره بزاف. انت كتشوف ناس كتخرج بالصباح ما كترجع حتى الليل للدار، وماشي لدارها، كترجع للدار بحال الداخلي يقولوا ولا سكن جماعي. علاش ما باغيينش يرجعوا للدار؟ باش بحال اللي دايرين الحجر الصحي. هادشي اللي كاين. شكرا. محاورين عندكم اخر الاسئله ان شاء الله. واحد السيد سميتو منير، رجعنا لذاك القضيه ديال الصلاه مور التلفازه. هذا قال لك دابا شي واحد جالس كيصلي مور التلفازه وجا ولدو الصغير وقلب له الروطانه، واش غادي يدير؟ فين ولينا؟ يضربها بشي شطحه. عندي واحد الملاحظه وفيها سؤال. تفضل سي فريد. كنت شفت واحد الفيديو ديال السي رضوان وهو ضحكني بزاف وميم طو عرفت العبره اللي باغي منها السي رضوان، لانه تنظن ما دارش داك الفيديو غير باش يضحك الناس، داروا حيت فيه عبره. داك الرساله ديال اسبانيا مع فرنسا، تقول تعاود لنا القصه وتعاود لنا حتى العبره اللي خديتي من، لان انا فهمتها. هذه فرصه باش نقول للناس واحد الحاجه. الناس اللي كيتابعوا رضوان بن عبد السلام راه هو لا يتعمد ديك الطريقه فكاهيه، انا لا اتعمدها. علاش لا اتعمدها؟ لان الناس اللي كيعرفوني قبل ما نبان انا، والناس اللي كيعرفوني وانا صغير، وعائلتي ودارنا وامي وبا خوتي كيعرفوني شكون انا يعني هادشي بعيدا عن الفيديوز والظهور اعلاميا والشهره وهذه. انا طبيعتي هكذا، كنقدم شي رساله ضحك وكذا وهذه. فاللي قصدت انا ديك بين الحدود بلجيكا وهولندا وفرنسا واسبانيا درت جوج فيديوز. فرنسا واسبانيا اللي كان مزيان. هذاك اللي لقى واحد التجاوب كبير بزاف. وبعض الناس كيقول لك هذا واش داعيه ولا حلاقي ولا مهرج ولا كذا. ما فهموهاش. شوف كنقول لهم كل ميسر لما خلق له. واش عابز عليك شي واحد يسمع لشي شخص؟ المقرئين بالقران شحال كاينين في الدنيا؟ آلاف اللي مكتوب لا يعد ولا يحصى. المقرئين انا كنسمع لجوج ثلاثه انا، وكاينين بزاف ما كنسمع لهمش. ما نقدرش نسمع لكل شيء، كنسمع اللي كيعجبني، واللي اخرين كاينين الناس كيسمعوا لهم. رضوان بن عبد السلام ها الطريقه اللي كيقدم هي اذا كنت ماشي مناسبه لك انت، لانك معقد من الضحك يا المعقد يا المكتئب يا المكلخ. اذا كنت انت معقد من الفرحه والسرور والبسط وادخال الفرحه على الناس، كاين واحد هذه الرساله هي اللي صادقه معاه، هي اللي ناجحه. انا اتصل بيا واحد السيد قال لي يا خويا رضوان انا كنت في المستشفى ما كيجي عندي حتى واحد، وكان عندي التليفون والكونيكسيون، الايام ديالي كامله قوزتها معك، قلت كاع ما يجي اللي بغى يجي واللي كاع ما يطلع كاع. قال لي صافي معاك بالفيديوز ديالك وتعرفت عليك وعرفتك فين ما كاين شي فيديو لايفات وكذا، وشاف اللايف د هولندا مع مول الجبن. السيد كان في المستشفى ضرب شهر معايا. انا هذا يكفيني انني افتخر انني استطعت ان هذا السيد هذا دوز شهر في المستشفى ما جا زارو حد، لانه ماشي من ديك الجهه والناس بعاد عائلته واللي كيعرفوه ما جاوش. وبزاف ديال الرسائل كتوصل لي والناس فرحانين وكذا، وواحده عندها ولدها معاق
في الكرسي متحرك، قالت لي بني تبدل، وبدا كيقول وكيتكلم بالكلام ديالك وهذه، وكيقول لنا يعني كيقلدك، رجع كيتكلم بلسانك. الحمد لله في الخير. فلهذا كنقول لهم انا الرسائل كتوصل هكذا. فديك الفيديو فيه رساله اننا حنا انت كتشوف ناس دوله ودوله كيفصلهم خط فقط، وحنا بيننا وبين شي دول كاين الاسلاك الشائكه، وكاين الكلاب البوليسيه، وكاين الالغام، وكاين ما نعرفياش وكذا، والصور وهذه والحديد هذه حدود بين دولة إسلامية ودولة إسلامية واللغة واحدة وكذا. فكانت رسالة عندها أو رسائل كثيرة في ديك الفيديو هذاك. وأنا ديما كنحاول ولو حتى في شي موقف مضحك جدا كيكون فيه رسالة هادفة. وواحد قضية أخرى دائما كنقول لهم الشباب ديال اليوم ما نزيدوش احنا الشباب ديالنا الجيل ديال اليوم. انا كنتكلم معاه بهذه الطريقه لانه اللي فيه يكفيه. بارك عليك. لان الشباب ديال اليوم كيواجهوا واحد التحدي كبير. سي فريد، ملي كنت انت في السن ديال 12 عام كنت الدائره والخيال ديالك والطموح ديالك، ونقولوا حنا التصورات ديالك كانت في الشارع. فين ساكن انت؟ في الحومه. صح. فلان شرا السروال الزرق فيه شراطي خضر زوين، صافي حدك تما. فلان شرا واحد الكره ديال البلاستيك وعنده حلومه جديده. هذا كان الطب ديالك دربكم. الجيل دابا واكل الداق، كيدخل الفيسبوك وكيشوف الشباب، واحد عنده جيت سكي في الصيف، واحد عنده طوموبيل، واحد فالبال ديالو مشوش. يعني الحيره. حنا لا، في الطفوله ديالك انت ودا ديالي كان الفكر ديالنا مجموع، ما كاينش التشويش. دابا الولد كيدخل صغير مراهق اليوتيوب ويشوف اخر فلان اش كيعمل وكذا، وانا والبيت ديالو عنده الاورديناتور وعنده وكذا، وكيحتقر باه اللي خدام بالناي وباه اللي عساس، ويحتقر دارهم شو على دار. فهمتي يعني عقد. فالشباب ديال اليوم كنقول لهم انا ما مستطاعش نزيدو هم على هم. انا غنحاول نوصل له واحد الفكره، لانني انا ملي كنقدم واحد الرساله وكيرتاح للانسان يقدر يكمل الفيديو اللي فيه ساعه ونص ساعه. عندي فيديو في دروس فيهم ساعه. البرنامج تقفص الاتهام تجاوز 10 مليون مشاهده. 10 مليون مشاهده تجاوز. هذا رقم في تاريخ البرنامج. حق. علاش؟ كانت نقطة واحدة كانت من الأحسن يعني الحلقة للسي رضوان الرمضاني وفات، يعني كانت من أحسن الحلقات يعني. وأنا نقول لكم واحد القضية في ديك البرنامج، أنا والله ما موجد له وجيت ما نعسش، كنت متعب بزاف. كتشوف ديك البرنامج أنا جيت متعب ومشوش، وجيت وكانت عندي ظروف وجيت هكذاك وما عرفتش الاسئله تماما. والجلوس ديالي اللي كنت جالس معاه عادي، ما يهمني لا كاميرا ولا برنامج، كنت كنتكلم بعفويه وعادي. وربي يسر في ديك الشيء هذاك وفي الفيديوز كاملين سببهم انني لا اتصنع ولا اجامل على حساب الحق. فلهذا كنقول انا الرساله باش توصل كنقول بان الشخص المستمع اذا ارتاح لك نفسيا غيعطيك عقله وودنه ويعطيك وقته. اذا ما ارتاح لك شي واخا تجيب له دراسات وحقائق وتجتهد خصو يرتاح لك بعدا، خليه يرتاح لك. ولهذا كنعطيهم واحد المثال وما نختم بهذا المثال هذا. تصور شاب مغربي ما مزوج ما مصاحب ما خاطب ما كيعرف بنات ما معاشر بنت، يعني شاب واحد مثال غنجيب لك. كاين شباب هكذا، كاين شباب في المغرب ما عندهمش لا زواج لا خطوبه لا مصاحبه لا تليفون مع البنات، وكتجبرو كيسمع واحد الاغنيه انت سبابي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت. اغنيه المغني كيغني على واحد بنت كيقول لها انت سبابي عيشتيني في الدود، يعني الشك حي عليا كل يوم نحيا ونموت.
اغنيه عندها علاقه، المغني كيغني على واحد السيده سمحت فيه وكذا، واما الشاب المغربي كتجبرو كيسمع لها وكيبكي. علاش؟ عا مهموم، ما مصاحب، ما عنده دريه، ما سمحت فيه حتى متضامن مجانا، المهم الضامن وكيبكي وحزنان. علاش؟ الكرا والبطاله وما خدمش، ديك الضغط طلقوا في ديك الاغنيه هذيك. صافي قال هذه هي فرصه، خليوني نبكي، طلقوني. واش دابا هذا عاد غنزيد ندخل عليه الوقت انا؟ هذا عاد غنزيد انا نكد عليهم لا، كنقدم له رساله ونضحكوا كلمات. ولهذا باش نقول لك واش الفقيه عامل نايك، وعمرنا ما شفنا الفقيه كيقول هكذا وما نعرفياش. والفقيه كيعرف نانسي اجرم، هادو كازو، هادو الوقائع القديمه ومايا وزيدا ومايا وكذا. كنقول لهم المشكل نتوما. الشاعر قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. انا كنسقسي واحد خويا كتعرف الشراب الروج؟ شنو الروج؟ كيقول لي الخمر. سبق لك شربتي؟ ابدا. وكيفاش كتعرف وسمعت؟ هو يسمع وانا لا، هو يعرف واحد الحاجه واخا ما استعملهاش، انا لا. وانا بيدي سمعت. لا كيبغيو يدفعوك تكذب وتنافق، تقول لهم لا ما كنعرفش داك الشيء، ما يمكنش. لا هما ولفوا بان واحد ما يكونش عنده المام. انا كنعرف الجن الكحل، نعرف كلشي. علاش؟ لانني باختصار وبكلمه مختصره، لانني عايش. انا ماشي ميت، انا عايش. كنسمع راديو، فيسبوك، كنشوف اعلان طوموبيل واقفين في الاشاره الضوئيه، ستوب ضوء احمر، واقفين. شحال كيبقى 50 ثانيه 30 ثانيه. قبالتك اشهار واحد المغنيه غتغني في الحفل ديال الشواطئ وكذا، وسميتها تما. انا من لا انا عوران، انا كنصوب وانا شفت الاسم وكنعرفها وكنعرف. ربما قريت في الجريده، سمعت برنامج، هاد البرامج الحواريه اللي كدوز مع الفنانين، كنعرف لهم الحياه ديالهم والطريقه ديالهم. كنشوف نعمان الحلو وغيره من الفنانين اللي قازوا كيتكلموا في برامج حواريه على شي امور ومواقف اللي بعيده على الفن، فكنعرف عليهم بزاف د الحاجات. الواحد اللي كيجول وكيبحث وكيقلب راه بدا ما يكون ملم بكاع المواضيع، وهذا الشيء اللي كاين. والحمد لله والداعيه كخصو يكون عنده المام بالمجتمع، خصو يكون عارف باش يقدر يعالج ويقدر. هذه السذاجه اللي يناقش عاد سردوان ولا يناقش شي داعيه اخر على هذا. علاش ما يعرفش؟ لان باش نتكلموا على الحيتيات نتاع المجتمع، وسواء كانت الحاجه الايجابيه ولا السلبيه، فلا بد ما تكون ملم انا غنقول لكم. تفضل. انا غنقول لكم هذه سابقه في التاريخ ديالي، عمري ما قلتها في شي فيديو، غنقولها هذه الليله. شخص جاء عندي وقال لي انا معقد باغي نتزوج اخويا رضوان، عندي مشكل. قلت له شنو المشكل اللي عندك؟ قال لي انا العضو الذكري ديالي صغير، القضيب ديالو صغير. قلت له لا، انت ماشي القضيب ديالك اللي صغير، انت ابتليت بمشاهده الافلام الاباحيه وكتشوف ديك الشيء كبير، حسب لك هذاك هو الاصل، هذاك افلام. اما القياس اللي عندك هو اللي عند الناس كاملين طبيعه. سير نوض تزوجها مسخون، سير هادشي عقده. وتزوج واتصل بيا وقال لي راه داز العرس، والله الذي لا رب سواه. يعني انا قريت مساوئ الافلام الاباحيه، المساوئ ديالها والعقد اللي كترتب على هذه الافلام، لانه من العقد اللي كترتب عليهم هو الوسواس. شاب كيبقى يتفرج في هذه الافلام اللي هي فيها خدع سينمائيه وفيها بزاف ديال الامور. انا قريت في واحد الكتاب واحد الالمانيه مترجم بالعربيه لهاد المساوئ ديال هاد الافلام الاباحيه، ومنهم ذكرت هذا. وانا قريت هذا الشيء، انا دابا كنعالج استفدت. المانيه مترجم، وهذه دكتوره واخصائيه نفسيه، وكتكلم على الحاله النفسيه ديال الناس اللي كيشاهدوا الافلام الاباحيه، وانهم كيتعقدوا وكتسبب لهم عقد نفسيه
وكيترتب عليها مشاكل وكذا وعضويه ربما تكون. فصاحبنا ماشي كيتشكى وكيقول لي كذا، قلت له شريف، قال لي قلت له سير تزوج، سير تزوج. اما القضيه انا كذا اعاني، انا اعاني، هذاك هو هذا العاده اللي خلق عليها الله الرجال هي هذه. اذا كانت شي حاجه هذا غيكون استثناء. كتحا هذوك اللي شحال من راجل في موسوعه جينيس عنده 2 متر، واش الناس كاملين فيهم 2 متر و40؟ حاله نادره حتى انه دخل موسوعه جينيس. فالطبيعه البشريه هي هذه. اما اذا كانت شي حاجه اخرى فهذا استثناء. اما الاصل والطبيعه البشريه هي هذه. والحمد لله اتصل بيا وقال لي شكرا، وتكلمنا بزاف وشرحت له وقلت له يا اخي وهذه وكذا وهذه ما عقده ما والو، اليوم غنفرتكوا هذه العقده، غدا مشي يخطب ومشي يتزوج، ما كاين لا كذا وهذا. وتكلمت له ديك الشيء بشويه وتكلمنا وتابعته. فاللي كنقصد لك اننا خصنا نقراو كل شيء ونتعلموا ونبحثوا. ماشي من يجي اخر يقول لي يا اخي انا عندي مشكل القاضي ديالي صغير، نقول له اتق الله، ما تعرضش الخط د الله، ربي خطك هيداك سير انتحر، ما عندنا ما نديروا لك. الشيء اللي عطى لا، انت انسان طبيعي، انت المشكل عندك هو هذا الوسواس. اما انت انسان طبيعي جدا وعادي وصافي والحمد لله. ولكن اذا ما كنتش عارف انا هذيك المساله علميا ونفسيا غنقول له ما عندنا ما نديروا لك اخويا. خسرنا. فهذا احمد الله. صوم الاثنين ما عندك علاش تتزوج، هذا زهرك. لا خويا انت طبيعي، وها المشكل فين عندك، وها العقده منين جاتك وكذا وكذا. نبينا عليه السلام. فهذه اللي نقولوا القوه اللي تكون قوه في الداعيه، وفي الداعيه دار رضوان بن عبد السلام. فاذا كانت ملم بجميع ما يصرى في المجتمع فيكون عنده الحلول ما شاء الله بالله سبحانه وتعالى وبالسنه ان شاء الله، فيكون دائما. فانا عندي واحد السؤال بالخصوص في هذا الشيء. يعني عندنا واحد العقده في المغرب في هذا الشيء. فانت تعرضت يعني في يناير بالضبط تعرضت لان الناس صحاب فوتوشوب، صحاب الحسنات كما نقولوا دائما، فجابوا واحد الصوره ديالك اللي هي كانت معروفه ان الصوره ديالك كانت مدارت في واحد نظن نعم. وكانوا داروها مع واحد الممثله اللي هي معروفه، ممثله اباحيه اللي كنسميوها مايا. فداروها وانتشرت والناس بقاو يكتبوا داك الشيء. فعلاش سي رضوان دائما نتعرض لهذا الشيء؟ وعلاش حنا اصحاب الحسنات دائما كيربطوا الجنس وكل ما هو اباحي بواحد الداعيه اللي هو عنده سمعه وعنده متتبعين؟ اولا بغيت نقول للناس ان بحال قضيه الفيديوز اللي انتشروا كيسبوا الجاليه، شفتوا بعض الفيديوز في هذه المحنه خرجوا شي ناس. انا كنتحداهم يجيبوا لي شي فيديو شي مسؤول او شي واحد عنده منصب في الدوله او شي واحد عنده مكانه في المجتمع سب الجاليه. شكون سب؟ الشمكاره والبوالين اللي كيبولوا على حوايجهم في الاسواق. جيبوا لي شي واحد او شي واحد معقد او شي واحد في الحضيض. فلهذا انا قلتها للجاليه، قال لك لا كيسبونا. شكون سبب؟ الشمكاره لا وزن لهم البتة. جيبوا لي شي منبر اعلامي في المغرب، شي واحد مسؤول، خلينا شي واحد مسؤول عنده وزن، داعيه رياضي ممثل عنده وزن، خرج سب الجاليه. سبوها واحد عطاوه ميكرو طواليت، كاين ميكرو تروطوار وكاين ميكرو طواليت. عطاوه ميكرو طواليت، الاخر يقول انا احلف بالله انه كيبول على حوايجه. هذاك اللي سب الجاليه في ميكرو طواليت والله انا احلف بالله غير حانث ان شاء الله انه يبول على نفسه وملابسه. هذا انا غناخذ بالكلام ديالو. هذاك سب الرب، والجاليه قال لك لا سبنا. هذا سب رب العالمين هذا النوع، وانت غتعصب عليه. فاللي كنقصد ان هادو قلال اللي كيسبوا الجاليه او اللي كيعملوا هذه الاعمال. رجعوا الصوره ديال رضوان اللي فيها مع ديك الممثله اللي كتعمل هاد الصور. هادو كيعملوهم بعض الصفحات كيكون الادمين ديالهم مراهق عنده 16 وكذا وبارطاجي وكذا. وهذا عادي، يعني هذا شر انتشر ومن البلايا. هذا مما عمت به البلوى في الفوتوشوب والتزوير وكذا. ولكن هذا الامر لا ينفق
في الدول التي تحترم نفسها والدول الواعية. هذا الأمر ينتشر في الدول المتخلفة ويمكن نخيلوا العالم الثالث. أما الدول الناس قبل ما يعمل يجيب شي صفحة حتى يتأكد أن هذه صفحة رسمية، قبل ما يعمل يجيب الحساب في انستغرام تيتأكد، قبل ما يشوف شي صورة ويبارطاجيها تيتأكد أنها صحيحة. الناس زوروا صور ديال بلاغات ديال الجزيرة وصوروهم، عملوا لهم فوتوشوب، بلاغ ديال الجزيرة فوتوشوب مزور، والناس كيبارطاجيو وتشوف الجزيرة شنو نشرت. وهو ساهل جيب نفس الكتابة للجزيرة وزيد لها اللوغو وكل شيء بارطاجي، وغير ذلك أي قناة أي منبر أي. فهاد الناس اللي كيعملوا هاد الصور هادو ناس معروفين في كل زمان ومكان، إلا أن الناس اللي ابتلوا واللي تضروا بهذا الشيء هذا خصهم يعرفوا بأن هذه ماشي نقولوا اللي كيسميوها ضريبة الشهرة، وإنما هذا هو الواقع ديال الإنسان اللي كيكون على في الواجهة يعني. لا بد. فمحاورين نظنوا باش نخليو الشيخ ديالنا يرتاح، فإلا كان عندكم آخر سؤال ونختموا إن شاء الله. مرحبا. الناس بحال هادو كيبغيو يوسخوا السمعة والشوعة، والناس اللي ما عندها ما دير كما كتلقى ما دير كيشوفوا إنسان غادي في واحد الطريق يعني كيبغيو ضروري يوسخوا السمعة ويمشيو في هاد الطريق. احنا كنحاولوا دائما نشروا الوعي ونقولوا للناس ما تصدقوش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. العيد الكبير اللي فات واحد الصورة تبارطاجات بزاف. شنو هي؟ شوفوا البوليس كيمشيو يتقداو الحولي لدارهم بالطوموبيل ديال الأمن الوطني، بارتنير، ديك بارتنير كونغو، بحال كونغو بارتنير ديال الأمن الوطني. شي واحد صور الأمن الوطني هايز حولي وقال لك شوف حشومة عليهم كيستعملوا السيارات ديال الدولة في يشريو الحولي. وهو شنو القصة؟ أن واحد السيد سرق حولي، البوليس تبعوه شادوه قاطنوه. وشنو خصهم يديروا للحولي؟ يعطيوه الادريسه ديال الكوميساريه ويقولوا له الحق علينا الحولي. أداة الجريمة، حجز المسروقات ولا؟ أداة الجريمة نعم. وش من مسروق عندهم في هذه الحالة؟ شنو الحولي؟ حولي. إذا شنو خصهم يديروا باش يكون صاحبنا المكلخ واللي راسه مربع وما قاريش باش يكون على خاطرو؟ البوليس خصهم يعطيو لادريس للحولي ويقولوا له حنا ما نقدروش نديوك في السياره، غيصورونا وينشرونا في الفيسبوك. ها لادريسه ايها الحولي، انت راك مسروق والحق علينا للدائره 7 تبعنا. كاينين 3 ديال الانواع ديال البشر في هاد الفيسبوك وفي الحياه كامله. كاين ضعفاء الانفس، ضعيف النفس اللي كيدير هذا الشيء هذا اللي كيبارطاجي وكيدير، وكاين الانسان اللي كيبحث على الشهرة. وكيفاش الطريقه اللي كيبحث بها الشهرة؟ كيبحث على الشهرة من عند شي انسان اللي مشهور، كيمشي يا اما كيدير ليه شي فضيحه ولا يبقى متبعوه ولا ياخذ ليه السميه ديالو باش هو يدير دوك لي تلقى نفسه بديك لي بارطاج وبديك لي في. نعم شكرا. ولهذا تفضل اذا كملت الفكره. تفضل. فشكرا على النقطه. فكان جاوب عليها السي عبد السلام في واحد الفيديو ديالو. شكرا فريد على التوضيح. فكان قال هذاك بنادم اللي عنده واحد 3 جي ناقصه وما عنده واحد 20 درهم ديال 3 جي فيبقى غير يزبل في الناس، وواحد اللي عنده واحد الايفون اكس ولا عنده الكونيكسيون يا تبارك الله فيبقى غير جادور. انا قلت لهم بان الحاله النفسيه ديال الانسان كتلعب دور كبير في الفيسبوك. اللي داخل الفيسبوك وهو معصب والظروف ديالو صعيبه كيبان له الفيسبوك اللون ديالو شنو هو؟ الفيسبوك شنو اللون عنده؟ زرق. هو كيبان له اسود غامق. ولكن ملي كيكون الانسان مرتاح نفسيا كيتشوف الفيسبوك زريراق وكيدير جادو ما شاء الله جزاك الله. علاش؟ هو مرتاح. فهادشي اللي قصدت. هاد مواقع التواصل الاجتماعي خصو الانسان يحاول انهم كيفاش نضابط تكون مضبوطه. شكرا يا رسول الواحد باش يلصقش في نتمنوا اننا نكونوا ما كثرناش على الضيف ديالنا رضوان بن عبد السلام. اذا كانت عنده شي كلمه اخيره فدائما المحاورين ديالنا ما عندكم شي كلمه اخيره بالنسبه نحاولوا نختموا الحلقه الا بغيتوا. ما عندكم شي اخر كلمه؟ تفضل. بغيت السير رضوان يعطينا شي نصيحه للناس المراه والراجل في هذا الحجر الصحي.
وفي هذا رمضان هذا وكيفاش يتعاملوا مع بعضياتهم؟ الحل اللي كنقول بان اي واحد مزوج بشي مرأة في الدار معاه الا وعندها مساوئ ومحاسن، ولا بد قطعا ان زوجتك عندها المحاسن وعندها المساوئ. وهذه المرأة كنقول لها الزوج ديالك قطعا عنده المحاسن والمساوئ حتى هو. فالانسان يشوف المحاسن ويغض الطرف عن المساوئ باش تكون العشرة الصبر، والمرأة كذلك، ويتعاونوا على الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى الرجل قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فهذا جوج الأحاديث كيوصيو الراجل أنه يكون راجل مزيان ويتهلا في مراته ويصبر عليها، وحديث كيقول للمرأة بأن الحق ديالو عظيم في الرجل وخصها تحترمه وتتعامل معاه وتصبر وتغض الطرف على المساوئ ديالو، وباش دوز هاد العشرة ودوز هاد السنوات بحال اللي كانوا كيعملوا الوالدين ديالنا حتى هما كانوا صابرين. وهذا ما كان. وعندي واحد الإضافة كانت عندها علاقة بالسؤال اللي قبل هذا، وهي طريفة من الطرائف اللي مريت منها. من داز القصر ملي داز برنامج قفص الاتهام قلت للمقدم أنني أسكن مع الوالد ديالي جزاه الله خيرا، مسكني معاه أنا الوالد ديالي جزاه الله خيرا سكني معاه أنا وليداتي لأن الدار ديال الوالد كبيرة وهو والوالدة بقاو بوحدهم، وسكنت أنا معاه في الدار. أنا مع الوالدين ساكن. واحد الصفحة ملي نشرت في موضوع عليا واحد الصفحة، واحد جاو علق في التعليق واحد من تطوان قال لهم هذا الكذاب سولوني عليه انا اللي في تطوان كيقولوا في البرنامج ساكن مع الوالدين، هذا عنده فيلا هو كيكذب على الناس. شوف ما شاء الله اصحاب الحسن. وانا نجي وعلقت له واحد التعليق وصل شي 2000 جيم، هذا التعليق ديالي عليه في وسط التعليق ديالو، يعني تعليق على تعليق. قلت له انا مزعاوك في كذا، ما توريني العنوان ديال الفيلا ديالي، انا قنطت هنا دايق مع الوالدين وانت كتعرف والدوش عنا بالحساب وكندوشوا عام 40 وكذا وكيحسبوا لنا الدوشات، فهمت؟ وريني فيلتي. انا مزاوك فيك وريني الفيلا ديالي فين جات، راني باغي نمشي لفيلتي. والناس بداو يضحكوا عليه، عندي فيلا وما في خباري. اي والله العظيم يا شاء الله. وانا حقا كنت ساكن مع الوالدين في ديك الفتره ملي قلتها، وباقي كنت في ديك الفتره هذيك. والناس انت كتشوف السيد قال لهم انا من تطوان سولوني عليه انا اللي كنعرف هذا عنده فيلا. فاصحاب الحسنات على المباشر هذه باش ما نكثروش نجاوبوا عليه، لانه ضرني واحد التعليق وبغيت نتقاسموا معك، بس السي رضوان هو يجاوبوا على المباشر. فقال لك انتوما كتدويو على الفيسبوك والفيسبوك تاع الكفار. يا جماعه اسمع، هذا زعما الحسنات في هذا رمضان يا جماعه الشلابيه. قال لك فيسبوك تاع هو داخل في فيسبوك، قال لك فيسبوك تاع الكفار. لا حيت هو كافر. لا اسمع تفضل. هذا السيد هذا اختلط عليه الامر، هذا مسكين مكلخ. لا والله وعادوا وكنقولها له بكل افتخار، وهذه زعما ويسمح لنا. هذا مسكين مكلخ وما عرفش. احنا كنتكلموا على كيف تتعامل مع الفيسبوك. هو سمع شي حاجه، سمع شي هدير وناضي باغي يعلق. اسمع كيتكلم كيقول حسب له. حنا كنقولوا الفيسبوك ما صالحش، حنا كنقولوا لك اخي المكلخ كيف تتعامل مع الفيسبوك. ها هو هذا. حنا ما كنسبوش الفيسبوك او كنذموه، كننصحوا الناس كيفاش يتعاملوا مع الفيسبوك فقط. هذا اللي كان. شكرا على التوضيح. فنظن ان نختموا سي الداعيه ديالنا رضوان. فكنا امسيه وسمح لنا تعطلنا بزاف. جبتوا لي الجوع نسمع لنا راه كان. تفضل سيدي سي رضوان. فدائما شكرا للمحاورين ديالنا، شكرا السي رشيد والسي فؤاد والسي فريد. دائما كنختموا حنا واحد الدعاء، فعندنا داعيه هذا النهار فنخليوك انت تختم لنا بالدعاء ان شاء الله.
قبل الدعاء اولا تفضل. وعدوني اننا نتلاقاو تما في بروكسيل في الشغله معتبر مجموعه. مرحبا، هذه وعد. بلا شك هذه. سي رضوان عندك وعد مني. وحاجه اخرى، اذا جيتوا لتطوان مرحبا بكم على الراس والعين في الفيلا ديالي. شكرا. عطينا غير العنوان زعما انا غير العنوان. اسفتوا لنا في فيسبوك. اوصل لتطوان وقول له رضوان بن عبد السلام يوصلوك حتى لعندي. الله العظيم. في مول الفارماسيا اي واحد. تفضل. قلت لكم هذا الشيء اللي كاين. والمهم نختموا بواحد الطريفه وقعت يلا. فيها القضيه ديال العنوان. تفضل. واحد تخرج معلم في نواحي كازا أي. ورجع للباديه الجباله ديالنا واسمه ابراهيم معلم، وجا للباديه وعائلته افتخروا به بزاف لانه توظف مع الدوله. انت كتعرف ديك الناس كبارين والناس مساكن عاميين عندهم انك توظفتي مع الدوله ومعلم ايوا. وجا لعندهم وقال واحد خالو، قال له خالي انا دابا راني معلم في الدار البيضاء وكذا وسميتو ابراهيم معلم. ايوا صافي ومشى بحالو. ديك خالو طلع لكازا نزل فلان زيان قال لهم واحد ولد اختي معلم عندكم هنا في الدار ديالو. قالوا له ابراهيم اش؟ قال له هو معروف هنا. الربان علاد. هو مسكين حسب له كازا صغيره ولان بحال القضيه ديال التشار القريه ولا الفيلاج كيكون اي شخص جليل يا جديد يا قديم يا عنده اسبوع كيكون معروف انه فين جالس وشكون هو وعلى جا وفوقاش ما يجي. هو نزل فلان زيان وقال له ما ولد اختي معلم ابراهيم راه معروف هنا فين جا دارو فين ساكن. فانتم جيو لتطوان وقولوا له ما رضوان فين ساكن راه معروف. مرحبا بك انت الاول، مرحبا بك انت الاول. عاد شوفوا تطوان. الدعاء نسال الله عز وجل اولا واخيرا، نسال الله عز وجل ان يرفع عنا هذا البلاء وعن البشريه جمعاء. والناس اللي ماتوا في هذا الوباء هذا نسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه. والناس اللي مرض نسال الله عز وجل لهم الشفاء العاجل. اللهم اشفيهم بشفائك، اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك. اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما ولا يترك الما يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. المشاهدين ديالنا كنقول لهم الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم ورمضان مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم. ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا الصيام والقيام ويتقبل منا القران والصدقات والاعمال وما يتقرب به الى الله. واذا فينا شي واحد مريض الله يشافيه، وشي واحد مكليدين الله يرد عليه الدين، الله يقضي عليه الدين. واذا شي واحد مغترب الله يرجع عند العائله ديالو سالما غانما. واللي عنده شي مشكله الله يفك وحايله ويفك له الله المشاكل ديالو. والناس الجاليه اللي بلا اوراق الله يسر لهم الامور ويعملوا الوريقات ديالهم. واللي بلا زواج الله يزوجهم. وكذلك الناس اللي كيتابعونا في المغرب اللي كيتمنى شي حاجه على الله يحققها له. ونسال الله عز وجل ان يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وان يجعل تفرقنا منه تفرقا من الشر معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ونسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يفقهنا في ديننا. امين امين. والاخوه كنشكركم بزاف على هذه الاستضافه هذه الطيبه، جزاكم الله خيرا. وانا اقدم اعتذاري انني اخذت من وقتكم الكثير، يعني خديت الوقت. نحن نعتذر. احنا اللي خدينا من وقتك، شكرا على تلبيه الدعوه. وانا حقيقه ملي كنرتاح لشي ناس وكيكون بيني وبينهم المحبه وشي اللايف مرتاح فيه كتكون فيا الهضره بزاف. هذه داكشي اللي بغينا حتى حنا. وهذا ما تيسر في هذا اللقاء. ونقول سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. خير رشيد شكرا بزاف. فريد الله يحفظك، وعبد الاله الله ييسر لك الامور. امين. وتحياتي الى جيتوا لتطوان مرحبا، وتحيه للمشاهدين اينما كانوا. جزاهم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا للضيف ديالنا، شكرا بارك الله فيكم الداعيه، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واللي دخلنا يخرج